طيب وائل، انا مش محضر عن هذا المسلسل من كتر ما انا لسه في الحالة بتاعة الحزن او التفكير العميق جدا بعد انتهاء مشاهدتي للسيزون الرابع. ولكن في بعض الحاجات اللي انا شايف انه من المهم جدا ان احنا نناقشها. ونناقش، انا هحاول على قد ما اقدر انه ما تتحرقش احداث، على اساس اللي ما شافش المسلسل يكون حابب يقدر يكون عنده الفرصة انه يشوف المسلسل ويستمتع بيه ويندهش باحداثه، يعني بدون ما يكون عارف عنها حاجة. فأحب أسمع منك الأول، أنت إيه رأيك في المسلسل، وإلى أي مدى كنت شايف إنه فعلا هو عمل مختلف عن الأعمال التلفزيونية اللي تم إنتاجها، هنقول مثلا في آخر 10 سنين أو 20 سنة؟ طيب طب ورطتني. انا كنت فاكر ان انت هتمهد الارض لا، الاول. انا ممكن امهد الارض واقول لك ان انا قابلت براين كوكس. يعني انا سعيد ان انا كان ليا الحظ ان اقابل براين كوكس، اوكي، فاحكي لك قصه كمان ازاي قابلت براين كوكس وايه اللي حصل. بس اسمع منك الاول انطباعاتك عن المسلسل. تمام. يعني هو ممكن نعتبر انه في محطات لتاريخ الدراما التلفزيونيه، من يوم ما اتخلقت في الخمسينات او الستينات مع اختراع يعني النوع الفني ده لحد النهارده. فالمحطات دي بتتبني على بعضها بشكل او باخر. في العصر الحديث او العصر الدرامي التلفزيوني الحديث، كان في محطة كبيرة قوي اسمها سوبرانوس مع بداية الألفية. دي ساعتها الناس حست مفيش الدراما التلفزيونية مش ممكن توصل لحاجة أبعد من كده. تمام، لأنه كان لأول مرة يبقى في دراما. صوتك انا فقدته يا وائل، مش عارف انت سامعني ولا لا. معرفش انتوا وصلت معايا في اللي انا قلته انا لحد وصلت فين. انا وصلت معاك لحد سوبرانوس، ان انت بتتكلم على سوبرانوس وبتتكلم على انه لما تم ظهور سوبرانوس في اواخر التسعينيات، الناس اعتبرت انه مفيش حد يقدر يعلي على المستوى اللي كان وصل له سوبرانوس. بالظبط. بعد سوبرانوس ظهر حاجه بعديه تقريبا ب10 سنين او اقل شويه، ظهر حاجه اسمها بريكنج باد. وبريكنج باد كان ممكن نعتبره اول تعلية على سوبرانوس، او اول مسلسل يخطي، يعتبر انه يعني سوبرانوس كان سلمه وهو السلمه اللي بعديه. ثم سكسيشن. فاحنا دلوقتي بعد سوبرانوس وبريكنج باد وسكسيشن، اللي هم طبعا اكيد قاموا على حاجات مهمه قبلهم برضو، بس هم يعني الاعمال اللي يعني سوبرانوس وما بعدها دخلت في شكل جديد من الدراما التلفزيونيه المسلسله. قمتها حاليا هو سكسيشن. لحد دلوقتي مع يعني مش متخيل انه يبقى في حاجه اعلى من سكسيشن. بس احنا كنا بنقول كده على بريكنج باد من 10 سنين، وبالتالي يعني ممكن بعد 10 سنين يبقى في حاجه اكبر. لكن سكسيشن دلوقتي هو اكيد قمه الهرم. وله اسباب، يعني في اسباب كتير ممكن بسببها من وجهة نظري نعتبر انه سكسيشن قمة الهرم الدرامي اللي هي الدراما المسلسلة. فنتكلم فيها النهارده بقى مع بعض. طيب خليني اقول لك ان انا متفق معاك في النقطه اللي انت بتطرحها جدا. يعني انا عاوز اقول لك انه انا سوبرانوس لما طلع في اواخر التسعينيات، انا فاكر اولا اواخر التسعينيات دي الفتره اللي انا بدات اهتم فيها بالسينما، ودي الفتره اللي بدات اتفرج فيها على الافلام بشكل منتظم وبشكل كبير. وانا فاكر ساعتها انه انت بتتكلم مثلا من 96 97 بدات اتفرج بقى على السينما بشكل ممنهج. دي كانت اياميها لو تفتكر كان موقع اي ام دي بي لسه طالع، كان طبعا الانترنت كله لسه اختراع جديد في التسعينات. وموقع اي ام دي بي كان بيقدم خدمه اللي هي قوائم بقى كل الاعمال يعني مثلا الباتشينو مثل ايه الافلام اللي مثلها، قايمه بكل اسماء افلام الباتشينو، قايمه بكل افلام روبرت دينيرو، قايمه بكل مثلا افلام فرانسيس فورد كوبولا. اياميها ده كان حاجه كبيره جدا جدا، لانه قبل اختراع الانترنت وقبل وجود موقع زي اي ام دي بي، كان عشان تعرف روبرت دينيرو عمل ايه افلام
اسماء افلام روبرت دينيرو او اسماء الافلام اللي اخرجها فرانسيس فورد كوبولا كانت تبقى عمليه صعبه، بترجع لكتب، بترجع لمراجع. اي ام دي بي غير المشهد بانه تقدر بكليك واحد تلاقي الاسماء قدامك. طبعا دلوقتي اللي انا بقوله ده يبدو كلام بدائي جدا يعني، ده كلام عادي يعني، بس اياميها 96 97 دي كانت حاجه، كان اختراع كبير يعني، وبتسهل على واحد عاوز يدخل يتفرج على انا على مش السينما سامعك، بشكل منتظم. معرفش لو حد سامع احمد. اه يبقى احنا لازم نطلع واحد تالت، ممكن نطلع صديقنا احمد. invite to speak. انت سامعني دلوقتي؟ وائل سامعني؟ هو عوض بيقول ان هو سامعني. احمد سامعني؟ مساء الخير. سامعك كويس جدا، صوتك كان كويس وما بيقطعش. اه يبقى وائل هو اللي ما كانش سامعني. انا ما كنتش سامع خالص، ما كنتش سامع احمد. طيب يبقى هل في مشكله في الانترنت كونكشن عندك يا وائل؟ مش عارف وائل سامعني ولا لا. احمد انت سامعني طيب؟ سامعك كويس جدا يا أحمد. طب انت سامع وائل؟ هل تقدر توصل اه لوائل اه رساله؟ انا سامع وائل كمان. طيب هل تقدر توصل له رساله ان احنا هو مش سامعنا واحنا مش سامعينه؟ وائل لو انت سامعني فاحنا مش سامعينك. او احمد او زكي مش سامعك، يعني انا سامعك عادي. فواضح ان انت عندك مشكله في الانترنت كونكشن يعني. طيب ماشي. على اي حال هرجع، اتمنى وائل يقدر يرجع تاني. invite to speak. آه، تمام، انا دلوقتي مسموع. انت مسموع، انت سامعني؟ اه خلاص تمام كده، انا رجعت. طيب ماشي ماشي، اتمنى يعني ايه كده يبقى تمام، وان شاء الله تبقى سهل ان احنا نشيل الحتة دي في المونتاج لما تنزل تاني ريكوردد. تمام. ايه اخر حاجة سمعتها مني؟ اخر حاجه سمعتها لا كانت من شويه كتير، من لما كنت بتتكلم على بدايه متابعتك لسوبرانوس مع بدايه اهتمامك بالسينما. اه لا، هو بص، بداية اهتمامي بالسينما حصلت 96 97، وسوبرانوز الجزء الاول طلع 99. فانا فاكر انه بدايه اهتمامي بالسينما كنت بتكلم على موقع اي ام دي بي، وان ازاي كنت بدخل بنزل القوائم، ودي كانت حاجه جديده جدا. ما كانتش يعني دلوقتي الكلام ده يبدو بدائي، بس اياميها بقى كان دي حاجه مهمه جدا، ان انت عشان تقدر ترجع لقوائم مثلا اعمال حد زي فرانسيس فورد كوبولا او حد زي مارتن سكورسيزي، انت محتاج ترجع لكتب. لاول مره بقى في وطبعا التسعينات احنا بنتكلم على اختراع الانترنت بقى كان لسه فريش. ففكره موقع زي ام دي بي يتيح لك قوائم باعمال الناس، كانت بتسهل عليك انك تقدر تتفرج على السينما بشكل فيه منهجيه، يعني في منهج في الفرجه. فطبعا اول حد اتشديت ليه كان اعمال فرانسيس فورد كوبولا واعمال مارتن سكورسيزي، وطبعا افلام المافيا دي خدت مني رقات. فلما طلع سوبرانوس باعتباره مسلسل عن المافيا، فانا فاكر اللحظه دي كانت لحظه آه، يعني شديده الاهميه في صناعه التلفزيون، لانه لو تفتكر في اللحظه دي كان روبرت دينيرو عمل فيلم كوميدي عن المافيا اسمه انالايز ذس، وبعدين بالظبط. الجزء الثاني انالايز ذات. ايوه وكان الفيلم كوميدي لانه روبرت دينيرو اللي عمل مع مارتن سكورسيزي دور رجل العصابات المافيا في جود فيلز، وعمل برضو مرة تانية مش مافيا بقى يعني له علاقة بالمافيا، ولكنه راجل الكازينو في فيلم كازينو. طبعا جود فيلز مع سكورسيزي كان 90، كازينو كان 95. فانالايز ذس كان 98 تقريبا على ما اتذكر. ايوه 98 بقى هو بيتريق على نفسه في ان هو رجل مافيا عنده مشاكل نفسيه بيروح لدكتور نفسي، صحيح. اللي هو بيلي كريستال. مم. بيطلع فيلم مسلسل سوبرانوز ياخد نفس القصه بالظبط بس يعملها دراما، مهم. ان احنا بنشوف جيمس جاندولفيني بيروح بقى لدكتوره نفسيه، وانه بس هو بقى راجل مافيا بقى. المسلسل يعني فيه جديه. انا حاليا بتفرج على سوبرانوز لان انا ما اتفرجتش عليه بانتظام ساعتها. بتفرج عليه دلوقتي وعندي حالة من حالات النوستالجيا والحنين الرهيب جدا جدا، لأنه بيذكرني بذكرياتي بقى مع أفلام المافيا في التسعينات، مع بدايات علاقتي بالسينما.
واللي بعد كده سنه 2002 بتبدا بقى علاقه الناقد السينمائي والحد، يعني كنت بكتب بقى بشكل منتظم عن السينما، نقد سينمائي وبيتنشر في صحف ومجلات بشكل منتظم من 2002 لحد 2010 مثلا 2011 حاجه بهذا الشكل. فاللي انا عاوز اقوله انه حاليا بتفرج على سوبرانوس وبشوف قد ايه هو كان فعلا مسلسل علامه في تاريخ التلفزيون، لان انا فاكر في مسلسلات قبليه. لو تفتكر كان في مسلسل اسمه اي تيم، فاكر المسلسل ده في الثمانينات؟ 18 لا. اي تيم فريق ايه، اللي هو اي كان تيم، لا ما. طب بلاش، فاكر طبعا نايت رايدر طبعا العربيه اكيد، السوداء نايت رايدر وماك مثلا؟ جايفر والمجموعه دي وماجايفر، يا سلام. طبعا. فطبعا الحاجات دي حاجات طبعا حاجات يعني حاجات مسليه، نقدر نقول بالظبط حاجات مسليه بالظبط. جدا يعني. بس سوبرانوس نقله، عارف انت سوبرانوس دي نقله فعلا في المسلسل. وبعدين بتفرج كمان دلوقتي على بريكنج باد، مهم. وبريكنج باد فعلا زي ما انت وصفته هو علّى على سوبرانوس، يعني هو فعلا نقله النقله بقى. صحيح. وبالتالي انت بتتكلم على سكسيشن ان هو بيعلي على الاثنين دول، انا معاك، لكن برضو في نقطه عاوز اتوقف عندها شويه وممكن نناقشها اكتر، انه في الحقيقه سكسيشن هو مسلسل مختلف. يعني سوبرانوس مسلسل، يعني في مهم. عالم المسلسلات وفي صنعه المسلسلات سوبرانوس ده مسلسل، لكنه بيقدم حرفه وفي التمثيل وفي القصه وفي الكتابه عاليه. ماد من مسلسل لطيف جدا طبعا. وكويس. بريكنج باد هو برضو بريكنج باد ده للامانه الشديده بريكنج باد مختلف عن سوبرانوس، وهو عامل زي سكسيشن في انه هو خرج بره سكه المسلسلات. مم. يعني عارف انت بريكنج باد كانه بيحفر لنفسه جانر مختلف في المسلسلات، يعني هو فعلا مسلسل مختلف بريكنج باد، صحيح صحيح. مش المسلسل العادي التقليدي. سوبرانوس هو المسلسل العادي التقليدي بالمناسبه، بس يعني ممتع، قوي فنيا، عالي في الكتابه، عالي في التمثيل. بس بريكنج باد مختلف. صحيح وسكسيشن بهذا المعنى هو مختلف فعلا، يعني هو فعلا هو نقله في عالم المسلسل. انا متفق معاك في النقطه دي، لكنه هو فعلا مش مسلسل. بمعنى اخر يعني ايه في اللفظ الانجليزي او الجمله الانجليزيه اتس نوت يور تيبيكال مسلسل، يعني ليس هذا هو مسلسلك اللي انت متوقعه. هو ده مم. سكسيشن. صحيح صحيح. ما هو انا بتهيألي هو دايما الاعمال اللي هي بتعلي على سابقيها، يعني بيبدو ان هي مختلفه عن الفورمات، بيبدو ان هي حاجه مختلفه عن اللي احنا متعودين عليه، الى ان هيظهر في خلال السنين اللي جايه، وممكن يكون موجود دلوقتي اوريدي، اللي بيحاكي سكسيشن. يعني بعد بريكنج باد في مسلسلات طلعت تحاكي بريكنج باد، فبقى خلاص بقت الستايل بتاع بريكنج باد او الفورمه بتاعته بقت حاجه معتاده ان احنا نتفرج عليها في التلفزيون. اعتقد سكسيشن هيبقى في ناس بتحاول تعمل زيه في السنين اللي جايه وفي الفترات الجايه لحد طب ما يظهر ايه. خليني اسالك واقول لك ليه انت كنت شايف انه سكسيشن هو نقله في عالم المسلسلات او مسلسل مختلف؟ اوكي. انا يعني هتكلم عن سكسيشن في ضوء اهميه بريكنج باد، يعني ازاي بريكنج باد كان نقله وبالتالي سكسيشن نقله اعلى. فكره انه المسلسل من حلقته الاولى تقدر تشوف الدي ان ايه بتاع العالم اللي انت داخل تتفرج عليه ده، كل الدي ان ايه، كل حاجه مكشوفه قدامك، مفيش اسرار، مفيش لعب على انه يا ترى هو مخبي ايه، او الشخصيه دي ناويه على ايه بعد كده. السسبنس التقليدي اللي المسلسلات بتقوم عليه لانها مسلسلات، يعني ايه اللي بيخليني اتنقل من حلقه للتانيه للتالته؟ ان انا مش عارف النوايا بالظبط، ان انا مش عارف الخطوط الممدوده دي هتنتهي لايه بالظبط. بريكنج باد كسر ده تماما. الحلقه الاولى في بريكنج باد يكاد يكون فيها على الاقل 50% من اللي انت هتشوفه على مدار السبع سيزونز او الخمسه سيزونز. اوكي، بس انت بتتفرج لان انت عايز تشوف ده بيحصل ازاي بالظبط، مش بتدور على
هيحصل ايه، لا انت عارف بيحصل ايه، لكن عايز تشوفه بيحصل ازاي. سكسيشن وصل لمرحلة اعلى من كده، انه تقريبا من اول حلقة كل شيء مقري، كل شيء واضح. الناس اللي كملوا الاربعة سيزونز هيعرفوا انه احنا من اول حلقة المصائر كلها واضحة، يكاد يكون كل الشخصيات ما غيرتش سنتي من مواقعها. فدي معجزة درامية، لان انت بالشكل ده بتحاكي بشكل كبير جدا البني ادمين. هو مين اللي بياخد في حياته قرارات مختلفة تماما عن اللي كان عايزه من 10 سنين او من 15 سنة؟ احنا ما بنعملش كده. احنا كل اللي بنعمله محاولات جديدة لتحقيق نفس الاهداف بطرق مختلفة، لكن ما فيش حد بيغير الفاينل جول بتاعه. مفيش حد بيغير 100% هدفه من الحياة، مفيش حد بيغير دوافعه. هو ممكن يغير وسائل الوصول لهذه الدوافع او تحقيق هذه الدوافع. فانه الدراما تقدر تحاكي الطبيعة الإنسانية دي بالوضوح ده، وتخلي المراحل المختلفة للوصول للغايات او للأهداف مع انها لا تتغير، اوكي، ومع انها مكشوفة من البداية، تخلي ده ممتع ومثير وقابل للمتابعة طول الوقت. هي دي المعجزة. طيب انا متفق معاك، بس انا عندي بقى يعني ايه اجابه اخرى. والاجابه الاخرى جايه من انه جزء ما في المسلسل انا فاهم اتعمل ازاي. بمعنى انت بتتكلم على ازاي احنا كنا عارفين مصائر الشخصيات من الحلقه الاولى في السيزون الاول. كلامك صح. والمدهش في الحقيقه وقد ايه هي دي كتابه، فعلا كتابه رائعه جدا وكتابه مختلفه وكتابه ممتازه. ازاي انت في اول حلقتين ثلاثه انت عرفت المسلسل كله وعرفت نهايته في اول حلقتين، ثم مشيت في الرحله بتاعتك مع السيزون الاول والتاني والتالت، عشان في السيزون الرابع في اخر حلقتين ثلاثه تتفاجئ وتتصدم وتندهش وكانك ما كانش عندك علم باول ثلاث حلقات. بالظبط. فدي دي في حد ذاتها شيء طبعا، ان هو يعمل لك التويست ده، المقلب ده. دي حركه في الكتابه عظيمه جدا. لكن انا تقديري ان هو في حاجه ايه، في حاجه لطيفه جدا، واكيد انت راجل كاتب وبتكتب مسلسلات وبتكتب دراما. آه، الخيال عمره ما يعلي على الحقيقه. يعني دايما الحقيقه بتبقى اغرب من الخيال. الحقيقه دايما اغرب من الخيال. مشكلتنا بس ان احنا الحقيقه دي لو عملناها على الشاشه الناس مش هتصدقها. فصناع الدراما عشان يقدر يبيع منتج، المنتج ده يبقى مصدق لدى المشاهد، مضطر ان هو يعمل حاجات منطقيه. يعني انت مثلا، طبعا انت راجل برضو ايه، كتيب وبتكتب مسلسلات وعارف، انت عندك بتشوف مسلسل وتلاقي ان في حاجه اسمها جامب درامي، في قفزه دراميه غير مفهومه، فبيبقى عندك مشكله. بينما في الواقع ده بيحصل. طبعا. يعني انا ممكن اجيب لك قصص من التاريخ شديده الغرابه، يعني لا يمكن ان تصدق. شخص ماشي وفي لحظه ما مش عارف يحصل ايه، ففي لحظه ما يحصل ايه، فيحصل ينتج عنه حدث كبير. لو انت بتتفرج عليه دوكيومنتري هتشتري، باعتبار ان ده واقع والواقع ده حصل. لو انت بتتفرج عليه مسلسل مش هتشتري. يعني طبعا. مش سكسيشن ليه هو مسلسل مختلف؟ لانه في الحقيقه اللي غايب على الناس اللي بتتفرج عن المسلسل، واللي ناس كتير للاسف ما يعرفوهوش، ان المسلسل بيتكلم عن قصة حقيقية. المسلسل ده مش خيالي. المسلسل يعني عبقرية اللي صنع هذا المسلسل وهو جيسي أرمسترونج، وهو كاتب بريطاني. وجيسي أرمسترونج مهم جدا لأنه جيسي أرمسترونج عمل أعمال بريطانية فعلا يعني مختلفة. وانت عارف البريطانيين دايما بيطلع من عندهم أحسن دراما. يعني صنعة الكتابة عند البريطانيين أعلى بكتير جدا من أقرانهم عند الأمريكان، باستثناءات قليلة عند الأمريكان. طبعا بنتكلم على الدراما التلفزيونيه عشان نبقى اي. واضحين. يعني مثلا لما تيجي تتفرج على مسلسل امريكاني، مثلا انا اتفرجت على كام حلقه منه ما عجبنيش خالص، ما قدرتش اكمله، اللي هو هوملاند. اه لا فهوملاند ده ده تعبان قوي.
تعبان جدا. تروح للبي بي سي، البي بي سي مثلا عملوا 6 حلقات اللي هو ذا اونربل وومن، مش عارف اتفرجت عليه ولا لا. لا مش شفتوش. ممتاز اها. ممتاز. برضو عملوا 6 حلقات. هم البي بي سي ملوك فكره السيزون الواحد. سيزون واحد 6 حلقات. الليمت سيريز. ليميتد سيريز. فهم مثلا عملوا برضو مسلسل اسمه عملوا ذا اونر عملوا ماك مافيا. شفت ماك مافيا ولا لا؟ لا برضو لا للاسف. ممتاز ممتاز. هم شاطرين قوي في الكتابه وفي الصنعه دي. فالمهم، فجيسي ارمسترونج عمل ايه؟ هو جيسي ارمسترونج عبقريته هو والناس اللي كتبوا يعني ازاي بيكتب حوار، لكنه في الحقيقه هو ما كتبش القصه. هي دي الفكره مم. الجديده. دي قصه 70% من قصه هذا المسلسل هي قصه عيله ميردوك، عيله مهم. روبرت ميردوك امبراطور الاعلام الاسترالي. و30% احيانا 20% احيانا 30% احيانا اكتر شويه هي قصه عيله ماكسويل. ماكسويل اللي هو امبراطور النشر اوكي. البريطاني اللي مات في ظروف غامضه. اها. فاللي حصل ان انا لما بدات اشوف اول 3 حلقات، انا بيني وبينك بصراحه يعني، انا اول 3 حلقات كنت منزعج جدا من المسلسل. انا كنت شايف المسلسل مزعج، واللي خلاني اتفرج عليه انه ادم ماكاي كان هو اللي اخرج الحلقات الحلقه الاولى. الحلقه الاولى. ادم اه. ماكاي مهم جدا ليه؟ لانه ادم ماكاي عمل فيلمين، عمل كذا فيلم، بس يعني انا شفت له فيلمين، او انا فاكر له فيلمين. عمل ذا بيج شورت، اكيد شفته. مهم. ايوه. حلو المسلسل، فيلم ممتاز عن الازمه الماليه و2008 والهاند هيلد توصل. كاميرا، والطريقه بتاعته في التصوير والطريقه بتاعته في مم. الكتابه دي. وعمل فيلم انا رايي الشخصي انه اهم منه واقوى منه، اللي هو فايس عن ديك تشين. ده ما شفتوش، بس طبعا اسمع عنه. لازم تشوفه، لازم. اه. انا شفته في السينما، وبعد كده انا شفته كذا مره، ويعني رائع رائع. واللي لعب دور ديك تشين كريستيان بيل. اه. مذهل مذهل. يعني كريستيان بيل وصل لمرحله ان هو في اخر مشهد في فيلم فايس، انا افتكرت ان ده حوار حقيقي بيحصل مع ديك تشيني جايبينه في الاخر. وبعدين لما ديك تشيني بص للكاميرا وكلمنا، فهمت ان هو ده كريستيان بيل. فكريستيان بيل ما مثلش للامانه الشديده، هو لم يمثل ديك تشيني. هو كريستيان بيل راح قتل ديك تشيني، وخد جسمه ومثل بيه الى هذه الدرجه. يعني وصل لمرحله من الاتقان مرعبه مع ديك تشيني كريستيان بيل. المهم نرجع تاني. فادم ماكي نتيجه لان انا اعرفه من السينما، فشجعني ان اتفرج على سكسيشن. بعد اول 3 حلقات بدات ادخل في المود وبدا يعجبني المسلسل. لكني في السيزون الاول قبل ما يخلص السيزون الاول كنت لازم اعمل ماي هوم ورك. مش فاكر انا بقى في السيزون الاول ولا بعد ما خلص السيزون الاول رحت اتفرجت على دوكيومنتري عظيم جدا لازم تتفرج عليه، مم. مكون من 3 حلقات عملته بي بي سي عن روبرت ميردوك. في اوكي. الاول هم سموا الدوكيومنتري ذا رايز اند فول اند ذا رايز اجين اوف روبرت ميردوك. يعني صعود، قصه اه. صعود وهبوط ثم صعود اخر لميردوك. بعدين غيروا اسم الدوكيومنتري، بس هو يعني احتفظوا بيه، يعني ما زال موجود يعني. سموه ذا ميردوك فاميلي، عائله ميردوك. بعد سنه، يعني بعد السيزون الثاني مثلا، يعني انا اول سيزون شفت عيله ميرتوك دوكيومنتري، وبعد السيزون الثاني شفت عيله ماكسويل. برضه بي بي سي عملت 3 حلقات عن ماكسويل فاميلي. انت عارف بس انت ماكسويل. كنت يعني انت لقطت من الحلقات الاولى في سكسيشن ان دي قصه ميردوك، ولا عرفت المعلومه فدورت على لا انا دوكيومنتري؟ لقطت لا انا لقطت اوكي. لان انا متابع ميردوك من زمان. اصل ميردوك ده، انت عارف اول واحد حب ينبط على ميردوك كان فيلم جيمس بوند في 97، اللي هو تومورو نيفر دايز. فاكر فيلم تومورو اه. نيفر دايز؟ اه. ده كان اول محاوله للحديث عن شخصيه ميردوك، امبراطور اوكي. الاعلام الذي يشعل حربا. فده مهم. كان في فيلم جيمس بوند تومورو نيفر دايز، كان من الافلام اللطيفه جدا. مم. ده اللي عملها اخونا اسمه مين اللي عمل تومورو نيفر دايز؟ كان بيرس بروسنان تقريبا. ايوه بيرس بروسنان. انا بص، افلام بيرس بروسنان دي من الافلام اللي بحبها، لطيفه. اه. طبعا بعد كده ممكن نبقى في سبيس اخر نتكلم على جيمس بوند، باعتباري من كبار محبي جيمس بوند يعني. بس انا بحب طبعا، عاشق لشون كونري ازاي عمل جيمس بوند عظيم جدا. بيرس بروسنان ازاي عمل والاخير ما كنتش بحبه في الاول، بعدين بقيت احبه. مين مين اخر كان؟ اللي هو الحالي اسمه اللي عمل سكاي فول واللي بعديهم، نسيت اسمه دلوقتي. الراجل نسيت اسمه. لازم اجيب
سكاي فول ماشي، لازم اجيب اسمه عشان هو ممثل ما كنتش احبه وبعدين بقيت احبه جدا، اللي هو دانيال جريج، تخيل. ايوه دانيال جريج المهم، فانا كنت لاقط في بدايه السيزون الاول من سكسيشن ان في حاجه ما لها علاقه بميردوك، واخد بالك. لما اتفرجت على الدوكيومنتري وطبعا شفت حكايه جلسه الاستجواب بتاعه مجلس بتاعه الكونجرس، هي متاخده بالنص من اللي كان جلسه. في السيزون الثالث مش كده؟ اللي في السيزون الثالث دي متاخده بالنص من جلسه الاستجواب اللي حصلت لروبرت ميردوك في مجلس العموم البريطاني. مهم. يعني هم شافوا الحقيقه وقلدوها، او هم اسف هم ما قلدوش الحقيقه، هم عملوا عالم موازي من الاخر. هو اعاده تكوين يعني ريكرييشن للي حصل يعني. ريكرييشن اللي حصل، بس مش ريكرييشن بس، ده هو حط، بص جيسي ارمسترونج ده وهو بيكتب المسلسل حاطط قصه ميردوك قدامه وحاطط قصه ماكسويل، تمام. بس هو مستهدف، طبعا ماكسويل مات فميردوك هو اللي عايش. مم. وميردوك مشكلته ان هو ميردوك ده انفولفد في حياتنا بشكل مرعب. ميردوك ده هو صاحب اهم صحف بريطانيه واستراليه وامريكيه، هو صاحب اهم صحف في العالم الغربي الذي يتحدث اللغه الانجليزيه، الولايات المتحده وبريطانيا. ونتيجه لذلك هو عنده نفوذ هائل. يعني مثلا لما تتفرج على الدوكيومنتري بتاع ميردوك وتشوف ازاي توني بلير وصل الحكم بسبب جلسه قعدها مع روبرت ميردوك. مم. علاقه روبرت ميردوك ببوريس جونسون مرعبه. مهم. علاقه روبرت ميردوك بالمؤسسه الحاكمه في امريكا او المؤسسه الحاكمه في بريطانيا. كمان عاوز تشوف حاجه عن روبرت ميردوك، بس حاجه بقى مسلسل رائع جدا، المسلسل بتاع ذا لاودست فويس ان ذا روم، شفته ولا لا؟ لا ده ده بريتش برضو. لا ده امريكاني، ذا لاودست فويس. ده كان عن قصه انشاء فوكس نيوز، وطبعا في ممثل انجليزي بيلعب دور روبرت ميردوك استرالي، اللي بيلعب دور روجر ايلز اللي هو مؤسس فوكس نيوز، اللي هو شخصيه يعني يعني مش عاوز استخدم لفظ قاسي، يعني شخصيه واخد بالك لفظ يعني مش تمام خالص. لاعب دوره ببراعه راسل كرو. لازم اوكي تتفرج على مسلسل ذا لاودست آه. فويس، مسلسل معمول حلو جدا جدا، وهو 7 حلقات بس. ده ايه اتش بي او برضو ولا؟ فلا ده كان شو تايم، كان انتاج شو اوكي تايم، كانش والله المفروض كان تعمله اتش بي او، اه يعني هو كان يستحق ان اتش بي او تعمله يعني. فاللي انا كنت عاوز اقوله لك انه مسلسل سكسيشن ليه هو مسلسل مختلف، لان القصه حقيقيه. يعني عاوز اقول لك مثلا في السيزون الرابع، انا مش عاوز احرق حاجات، بس يعني بس انت لما تتفرج على الدوكيومنتريز اللي قلت لك عليهم، الدوكيومنتري بتاع ميردوك فاميلي والدوكيومنتري بتاع ماكسويل فاميلي، هتلقط الحاجات كتير جدا من اللي كنت بتشوفها في المسلسل. شفت انت الفيديو الدعائي اللي عامله لوجان روي في الجزء الرابع؟ اه ده بالنص متاخد من فيديو دعائي كان عامله ماكسويل بالظبط. يعني انا لما شفت الدوكيومنتري بتاع ماكسويل، انا شفت ماكسويل ازاي بيتكلم، وماكسويل اتنرفز لانه ماكسويل بيقولوا له معلش عيد ده تاني، فقال ايوه وخدتوها براين كوكس راح شاف الدوكيومنتري بتاع قلد ماكسويل، عمل ماكسويل في اوكي الحته دي. طبعا هو مشكلتنا ان احنا ما نعرفش كتير روبرت ميردوك بيتكلم ازاي، او روبرت ميردوك بيتنرفز ازاي او بيتصرف ازاي، ما نعرفش الكلام ده. وبالتالي العبقريه بتاعت المسلسل انه براين كوكس اللي هو المفروض بيلعب دور ميردوك ماكسويل سلاش ماكسويل 30% ماكسويل 70% ميردوك. براين كوكس دي بقى الشخصيه بتاعته الانفجاريه دي، دي بقى ممكن تبقى يعني من الحاجات اللي تم اضافتها لعالم هذا المسلسل، واخد بالك. بس في النهايه يعني حتى براين كوكس بيقول لك انا كنت بشرب قهوه، هو عنده هنا شقه في لندن في غرب لندن في هامر سميث تقريبا في الحته دي تقريبا، وبعدين كان بيشرب قهوه على مقهى يعني كده في الشارع، وكان في واحد قاعد وراه، وبعدين الراجل اللي قاعد وراه قال له انت براين كوكس من سكسيشن؟ قال له اه. قال له انا بحب دورك جدا وبتابع المسلسل ومسلسل رائع، وانا ومراتي ما بنفوتش ولا حلقه، وانا ومراتي بنحب المسلسل جدا، بس في رساله من مراتي ليك، اتمنى يعني. قال له ايه؟ قال له اتمنى في الكلام ده بعد السيزون الاول، اتمنى في السيزونز القادمه تخفوا شويه على شيف اللي هي بنت بنت بطل المسلسل لوجان اه روي. فقال له ليه، هي مين مراتك؟ قال له اليزابيث ميردوك. فاحنا عرفنا في اللحظه دي
احنا عرفنا في اللحظه دي ان عيله ميردوك يمكن ما عدا روبرت ميردوك بيتفرجوا على المسلسل وعارفين ان المسلسل عليهم. اوكي. طبعا في كلام بعد كده لما انت تيجي تقرا بقى، لما تدخل على الانترنت يعني وتبدا تقرا عن المسلسل، هتلاقي في كلام انه المسلسل مش بس عن ميردوك وعن ماكسويل، ولكن كمان عن عيله ترامب شويه، عن عيله مش عارف ايه، عن عيله كذا، يعني في 3 4 عائلات كده المسلسل بيتكلم عنهم. بس الكلام ده يعني ايه لا تتعامل معاه بجديه قوي. ليه لماذا لا تتعامل معاه بجديه قوي؟ لانه من الثابت في الدوكيومنتري بتاع ماكسويل او في الدوكيومنتري بتاع ميردوك انه كلا الرجلين روبرت ميردوك او ماكسويل كانوا بيخلوا عيالهم يتصارعوا عشان يشوفوا مين العيل الافضل اللي يقدر يخلف هذا الرجل من بعده على رأس الامبراطورية بتاعته. مهم. وهي دي فكرة المسلسل، هي دي قصة المسلسل، هي دي حبكة المسلسل. وبالتالي المسلسل لأنه واقعي جدا 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 بدا لنا مختلفا، بدا لنا مختلفا لأن احنا اتعودنا نتفرج على حاجات دراما طالعة من خيال مؤلفين، ولأنها طالعة من خيال مؤلفين فهي بتتبع الناراتيف بتاع إنه تبقى الأشياء منطقية، واخد بالك؟ مم. وبالتالي احنا ما كناش متوقعين نشوف حاجه واقعيه جدا جدا الى درجه انها شبه دوكيومنتري. مم. من الحاجات اللطيفه مثلا انت مثلا تلاحظ في السيزون الاول والثاني من سكسيشن المسلسل مش دراما، المسلسل كوميدي. والمسلسل هو اكتر مسلسل كوميدي محزن او اكتر مسلسل دراما مضحك، يعني بمعنى ان هو فعلا a very very dark comedy، يعني هو كوميديا سوداء قوي، هو بلاك كوميدي، وهو ساخر وهو سينيكال، مسلسل عدمي ومسلسل اللي هو بيسموه ساتيريكال، يعني ساتاير، يعني عارف انت السخريه، هو مسلسل ساخر هو جدا. دارك كوميدي يعني، في جزء كبير بالذات في السيزون الاولاني ممكن نعتبره دارك كوميدي طبعا. وتعالى بقى في السيزون الرابع، يعني مثلا في فرح شيف، شفت انت رومان كان هو المسؤول عن اطلاق الصواريخ وازاي الصواريخ ايوه انفجرت. ايوه ايوه. فطبعا مشهد يقعد يضحكك جامد جدا. اه. وبعدين بعد كل مشاهد الكوميديا الرهيبه جدا يجي لك المشهد المرعب بتاع اللي حصل مع كيندل، مهم. مهم. يعني مع كيندل والولد اللي مات وكده، فقصه مرعبه جدا. ازاي برضو جيسي ارمسترونج وهو بيكتب المسلسل بياخد في باله ازاي ابناء ميردوك او ابناء ماكسويل او ابناء اي ديكتاتور، ازاي بيبقى الواد الكبير وديع وطيب وملوش علاقة بالبزنس او بالسلطة، نتيجة لانه هو زمنيا كان الاب بيأسس للامبراطورية بتاعته، فالولد الكبير ما كانش واخد اهتمام من الاب، ولا الاب كان بيهيئه يبقى خليفة له، لان ما كانش الاب عارف ان الامبراطورية اللي بيأسسها دي هتكبر. هتكبر او هتروح في اي اتجاه. وبالتالي احنا الابن الكبير هي الشخصيه دي، لو تلاحظ مم. الابن الكبير للوجان روي. اللي هو مش شقيقهم، اللي هو كونور. كونر بالظبط، كونر اللي هي من زوجته الاولى. وبعدين يجي بقى ايه ابنه الثلاثه الاشقاء اللي هم محور المسلسل، اللي هو كيندل. فكيندل ده هنا يعتبر الكبير مكرر، واخد ايوه. بالك؟ وده بقى اللي الاب هو شايف انه ممكن احتمال يخلفه. بعدين تيجي بعديه شيف البنت، وشايف ان شيف احتمال تخلفه. مم. ويجي الصغير اللي هو تحس ان هو زي الابن الاصغر لاي ديكتاتور سياسي او اي امبراطور مالي، ولد في ذروه بناء الامبراطوريه، فهو انسان ماجن عابث ساخر، ما عندوش اي عواقب لاي شيء، مستعد يعمل اي حاجه في اي لحظه، لانه في الحقيقه هي مش فارقه معاه اي حاجه، اللي هو مم. رومان. اه. يعني رومان لعب الدور بشكل اللي هو في المسلسل كيرن كالكن عمل حاجه، انا مشكلتي دلوقتي مع إن انا عمري ما هقدر اتفرج على كيرن كالكن في اي دور بعد رومان. لانه خلاص اتطبع بالكاركتر ده، صح. فظيع فظيع، اللي هو بص هو فعلا الابن الصغير لحد امبراطور، اللي هو عارف انت، يعني عارف انت ايوه. راجل مثلا، هنفترض مثلا رئيس دولة قعد 30 40 سنة وده الابن الرابع الصغير، او مثلا وهو اتولد وابوه رئيس، او اتولد وابوه ملك. هنفترض مثلا
رجل اعمال ضخم جدا جدا جدا، وعنده امبراطوريه هائله، وده ابنه الصغير اللي اتولد في ظل كل هذه اللي الامور. هو عادة ممكن يعمل حادثة ويموت 5 تنفار، وبعدين ابوه يهربه في اي حتة كام يوم وخلاص الموضوع يخلص على كده. هو ده حقيقي، بس كمان الولد نفسه مش هيحس بالذنب، يعني عارف انت بالظبط، ما عندوش. اللي يعني هو مثلا عادي. يعني انت عندك الكندل لما الواد مات بسببه. كندل مرعب، كندل دخل في ازمه نفسيه عنيفه جدا. بص انا طبعا اتكلمت كتير دلوقتي وعن شويه عن المسلسل، بس انا هتوقف عند النقطه دي، وعاوز اسمع منك عشان بعد كده ندخل على الشخصيات. عاوز اسمع ملاحظاتك عن الكتابه، وملاحظاتك عن الاخراج قبل ما ندخل عن الشخصيات. تمام. يعني انا قبل ما اقول ملاحظات على الكتابه، اللي هو انا يعني كتابه ايه اللي اقول عليها ملاحظات يا استاذ؟ ده لا يبقى عيب. بالعكس، بالعكس، بس بالعكس قول. يعني بص انا للامانه الشديده، بص انا ممكن اي فيلم او اي مسلسل اقول لك ملاحظات عليه، الا هذا المسلسل. انا عندي مشكله مع سكسيشن، ان انا منحاز لهذا المسلسل انحيازا غير موضوعي. فبرضو خلي الناس اللي هي بتسمعنا دلوقتي تبقى عارفه كويس جدا ان انا مش جاي اقيم المسلسل. انا عندي طاقه رهيبه جدا في الحديث عن هذا المسلسل باعتباره عمل فعلا غير مسبوق، وانا منحاز ليه بشكل غير موضوعي، واخد بالك. فانا بتكلم عنه بغير موضوعيه، فانا ما عنديش يعني ما اقدرش اقول مثلا ايه الحلقه دي كانت ضعيفه. انا ممكن اعملها لك في اي مسلسل على فكره بريكنج باد في حاجه، انا عندي ملاحظات على بعض الحتت في بريكنج باد ممكن اقولها لك، بس المسلسل ده مش قادر. يعني انا هو منحاز ليه جدا. يستحق الانحياز يعني اكيد. لا هو طبعا يستحق الانحاز، لانه كمان بص المسلسل واقعي جدا. يعني انا مثلا انا بشتغل في الاعلام من 2002، يعني النهارده بقالي كام، بقالي 21 سنه. انا اقدر اقول لك انه هذا المسلسل في بعض الكواليس اللي لها علاقه بالاعلام، المسلسل كان واقعي جدا 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 جدا، وعارف يلقط حاجات مرعبه. مم. انا فاهم ان هو قصه حقيقيه، لان انا بكلمك عن قصه روبرت ميردوك وتاثيره المدمر في الحياه السياسيه والحياه الاجتماعيه والفنيه. انت عارف طبعا واحد من كبار اعداء ميردوك، الممثل الانجليزي، اسمه ايه ده، هفتكر لك. هو ايه الفيلم بتاع الفيلم الرومانسي ده يا عم، ايه الممثل الانجليزي اللي كان بيعمل افلام رومانسيه؟ مين؟ هيو لا. جرانت، هيو جرانت. اوكي. انت عارف هيو جرانت بيكره روبرت ميردوك جدا 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 جدا، وراح رفع عليه قضيه، وما بيطيقش سيره روبرت ميردوك، لدرجه ان هو طلع في الدوكيومنتري بتاع روبرت ميردوك. السبب ان روبرت ميردوك كان عنده جورنان، واحد من اقدم الجرايد في بريطانيا ويمكن في العالم، هو قفله خلاص، اسمه نيوز اوف ذا وورلد. وده كان جورنان تابلويد موجود في انجلترا. والجورنان ده عشان يبيع، وكان بيبيع ملايين النسخ، كان بيتجسس على الناس، وكان عمل هاك على موبايل ناس ماتت عشان يقدر يتجسس على رسائلها الصوتيه ورسائلها التكست. وكانت فضيحه رهيبه جدا جدا جدا، ادت ان روبرت ميردوك من كتر ما الفضيحه كبيره قفل الجورنال. فاحد اللي اتجسس عليهم التابلويد بتاع روبرت ميردوك، نيوز اوف ذا وورلد، كان هيو جرانت. فهيو جرانت خد بالنسبه له روبرت ميردوك دي قضيه شخصيه. مم. فروبرت ميردوك لديه تاثير، يعني عارف انت، تاثير مدمر في الحياه السياسيه وال حاليا. وبالتالي جيسي ارمسترونج لما عمل هذا المسلسل، واخد بالك، وطبعا اللي اشرف على برضه اللي اشرف على الاخراج مارك مايلود اللي هو برضه مخرج انجليزي. الاثنين دول بيعملوا سكسيشن مش عشان يرضوا الجمهور الامريكي. الاثنين دول ما بيعملوش سكسيشن عشان اسباب فنيه. الاثنين دول بيعملوا هذا المسلسل لان في قضيه شخصيه، هم شايفين ان في تاثير مدمر لميردوك، وهم مستهدفين ده. وعشان كده المسلسل ما فيش اي قدر من التعاطف مع اي شخصيه. يعني لوجان روي ده يعني اقول لك ايه، انا في لحظات معينه انا كنت فرحان باللي بيحصل له بصراحه. يعني انا عارف انت مسلسل والكارثه اللي في الكتابه، قد ايه الكتابه مرعبه مرعبه. ان لوجان روي وهو شخصيه المفروض تكرهه، واخد مم. بالك، يكون بهذا الحجم الهائل 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 الهائل، عشان لما يحصل اللي يحصل مش هقول اللي يحصل عشان الناس مم. تتفرج، انت تتخض وتتبرجل طب وانت كمشاهد ما تعرفش تتصرف ازاي. مم. هتوقف هنا واسمع منك. تمام. تمام. طيب انا يعني هبدا
الاول ان انا ممكن يعني اتحفظ شويه على فكره انه لانه العمل كان بالكامل تقريبا قائم على قصص حقيقيه لأباطرة ماليين او اقتصاديين زي ميردوك وماكسويل. فده السبب الوحيد، او مش هقول انت ما قلتش الوحيد، بس ده السبب الاساسي اللي خلى العمل الدرامي بتاعنا بالقوه دي. انا متحفظ على الاستنتاج ده شويه، لانه يعني بتعدي علينا اعمال كتير، افلام او مسلسلات ممكن تكون بالكامل قائمه على مستلهمه من حياه اشخاص حقيقيين او مجرمين حتى حقيقيين، او انكلودنج حتى احنا كنا لسه بنتكلم عن سوبرانوس مثلا، اللي هو ممكن يكون له اصول يعني من شخصيات حقيقيه في المافيا او كده. فال انه ده يكون السبب الرئيسي، انا يعني ممكن يكون من الاسباب، لكن مش سبب رئيسي لعظمه العمل في رايي. يعني هتظل الصنعه الفنيه او الاحكام الفني والاحكام الفني هنا مش بس انه كتاب شاطرين ومخرجين شاطرين وممثلين، لا، فكره ال ال اللي ممكن نسميه القلب، الكور بتاع العملية الفنية، اللي هو ازاي انا بخاطب المفاتيح الأساسية بتاعتك كبني آدم. وده اللي مدي لسكسيشن الطابع الملحمي الكلاسيكي. انت بتتفرج على سكسيشن وانت حاسس ان انت بتتفرج على حاجة لشكسبير مثلا. يعني العوالم قد كده واضحه ومفيش طريقه سرد ملعبكه، ولا محاوله تلغيز وتغريب ولف ودوران وبازل نجمعها ولغز نحله. الكلام ده كله مش موجود. انت كأنك على خشبة المسرح، كأنه في واحد بيطلع يقول لنا في يوم ما كان الملك كذا كذا كذا. ده الإحساس اللي بتحسه مع سكسيشن. الإحساس ده مباشر وبسيط وبيخش على طول، اللي هو بصوا احنا هنتكلم عن الغرائز البشرية، احنا هنتكلم عن صراع الإخوة، العناوين الكبيرة في دراما البشر، من غير لعبكة اللي هو المطاردات والسسبنس والتشويق لا، احنا هنتكلم على الصراعات البشرية الأساسية. في فلوس، في اخوات، في ملك، ويلا نتصارع على سلطة، نتصارع على مال. الموضوع بالبساطة دي وبالوضوح ده وبالكلاسيكية دي. فإنه يبقى في صناع لعمل درامي سنة 2023 عندهم القدرة إن هم يستلهموا هذه البساطة في الحكي، هذا الوضوح في رسم شخصيات دوافعها واضحة من البداية، و و و و و والعقبات أو العيوب الشخصية اللي بتعيقها عن تحقيق الدوافع واضحة من البداية. شغل كلاسيكي تماما، كأنه سوفوكليس هو اللي كاتب المسلسل. الحاجات يعني ما فيهاش أي تحوير. فكون انه في كتاب دلوقتي بيتعاملوا مع الموضوع بالمباشره دي وبالوضوح ده، انا شايف ان ده الانجاز الكبير اللي فارق مع المسلسل. خليني بس اقول حته صغيره هنا. انا متفق معاك جدا في تحفظك، وعشان كده انا بس كتوضيح صغير، انا كنت بقول ليه القصه مختلفه، انه عشان هي قصه واقعيه. بس متفق معاك في كل الباقي بانه فعلا انا مش هو ده السبب الوحيد، لانه كان ممكن فعلا تعمل قصه واقعيه ويطلع المسلسل وحش. فانا صحيح. معاك، انا معاك ان الكتابه رائعه. وحكايه على فكره الدراما الشكسبيريه دي، لما تتفرج بقى على مقابلات يعني عن المسلسل، هتلاقيها بتتكرر كتير جدا بالمناسبه. فهي بالفعل زي ما انت قلت، هي دراما شكسبير، هي كينج لير. هي كينج بالظبط. لير بشكل مختلف. هي كل فيها حتت بقى تلاقيها كده من ريتشارد الثالث، من مسرحيات شكسبير السياسيه حتى موجود فيها حتت
ممتازه. عارف انت الجمله الشهيره بتاعت شكسبير uneasy lies the head that wears the crown، ثقيله هي الراس التي تحمل التاج. فهي الفكره دي حاضره معاك، اتفضل. تمام. كنت بتقول لي ملاحظات على على الكتابه وعلى الاخراج. انا فعلا يعني انا كحد يعني بيحاول يكتب بيحاول يكتب اعمال دراميه او كده. في اعمال الواحد غصب عنه بيقعد بس يتعلم ويشوف ايه الصح وايه الغلط. يعني انا من اكتر الحاجات اللي انا اتعلمتها انا ممكن ما اقولش ملاحظات، بس ممكن اقول ايه اللي انا اتعلمته ككاتب من سكسيشن. رقم واحد، فكرة ازاي تقدر تأسس لرد فعل هو رد الفعل المنطقي جدا، اللي له اسباب كتير تخليه يكاد يكون رد الفعل الوحيد الصح، بشكل لما يحصل بيه يفاجئك. يعني اغلب ردود الافعال بين الكاركترز بتاعت سكسيشن بينهم وبين بعض على المواقف المختلفة، لما تقعد يعني بتتخض لما بتحصل، بتتفاجئ من انه، يعني انا مش بحرق دلوقتي بس لان ده ممكن يتكرر كتير على مدار الاربعه سيزونز. بتتفاجئ ان رومان باع كندل في حته كده، اللي هو مع انه كان وعده بحاجه. تتفاجئ انه شيف تلعب على حد من اخواتها. بتتفاجئ وبتتغاظ، وبعدين لما تيجي تراجع المعطيات تلاقي لا، هو ده التصرف الطبيعي لانه حصل قبل كده 1 2 3 وحصل قبل كده 1 2 3. فدي صنعه في الكتابه مبهره. ازاي كل العناصر التي او الاسباب التي تؤدي لفعل معين تبقى موجوده طول الوقت قدامك، بس انت مش قادر تركز معاها كمتفرج. فلما بيحصل رد الفعل بتتخض، وبعدين تبدا تستوعبه باثر رجعي. طبعا يعني اللي هيتفرجوا مثلا ان شاء الله يوصلوا لحد الحلقه الاخيره في رد فعل مرعب بس وكل الناس تسال هو ليه الشخصيه دي عملت كده بس في الحقيقه لما تراجع كل اللي حصل في الاربعه سيزونز هتلاقي انه رد الفعل ده كان منطقي. ف... ف... فدي حاجه انا يعني اتعلمتها وحابب ان انا اتفرج عليه مره وثانيه وثالثه عشان اتعلمها اكتر واكتر. على مستوى الاخراج طبعا واضح انه اللي انت بتقوله كاثر لفكره انه مستلهم من شخصيات حقيقيه، ده كان بقى في دماغ صناع المسلسل بوضوح. فاخد الصبغه اللي فيها التوثيق دي، صبغه الافلام الوثائقيه، صبغه الدوكيومنتري، في حركه الكاميرا، في حتى امتى اغلب الوقت مفيش مزيكا، احساس اللي هو الخشونه. في خشونه طول الوقت، خشونه تبدو معاها الامور كانها واقعيه وحقيقيه. وبالمناسبه من الحاجات اللي كانت يعني غريبه بالنسبه لي اول ما اتفرجت على سكسيشن، انه الستايل ده في التصوير، الستايل اللي هو بتاع كاننا بنتلصص عبر كاميرات مزروعه في المكان بتتفرج على الشخصيات. الستايل ده من بدايه الالفيه كان مرتبط بالاعمال الكوميديه الصرف. يعني ممكن اول ظهور للستايل ده اعتقد كان في مودرن فاميلي وذا اوفيس. يعني دول اول مسلسلين كان فيهم فكره الكاميرا المتلصصه والناس اللي ممكن تكلم الكاميرا بشكل مباشر. اللي هو في الصحافه بيسموه التكنيك بتاع فلاي اون ذا وول، كانها دبانه موجوده على حائط اوضه والدبان بالظبط. قاعد بتتفرج على الناس اللي بتتصرف. بالظبط، فلاي اون ذا وول. فالتكنيك ده او الشكل ده ده ارتبط بالاعمال الكوميديه في الحقيقه طول ال 20 سنه اللي فاتوا. ما اظنش انه في عمل دراما، وانا هنا بتكلم على المسلسلات مش الافلام، لانه في افلام طبعا كتير عملت الستايل ده كطريقه تصوير. لكن مسلسل ما افتكرش ان في مسلسل دراما جاده اتعامل مع الستايل ده في التصوير قبل سكسيشن. وطبعا اللي بيتابعوا ممكن يصححوا لي يعني.
فده كان غريب في الاول. ويمكن انت حتى لما بتقول ان انت الحلقات الاولى ما كانتش مشجعه قوي بالنسبه لك، اعتقد ان ده ممكن يكون من الاسباب، لانه فعلا ستايل غريب على ان انت تتفرج ساعه كامله بالطريقه دي على مسلسل جد. يعني ده بيحتمل، الطريقه دي في التصوير تحتمل لمده 20 دقيقه او 25 دقيقه في عمل كوميدي او لايت، لكن تقيله قوي كتير قوي على 60 دقيقه دراما. فمجهد. لكن هو يعني جزء اساسي في الاحساس بحقيقيه الاشياء وواقعيه الاشياء. فكره انه المواقف المهمه او اللحظات اللي هي بنسميها البيتس الدراميه، يعني في الحلقات او جوه المشاهد، ما بيقفوش عندها، ما بيحطوش تحتها خطوط. يعني احنا متعودين في الدراما دايما انه آه انا خنتك تا 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 تا، في مزيكا بقى، في حركه زوم ان جامده، في بتاع. لا، في سكسيشن لا، الحاجات دي بتعدي كده، اللي هي البيتس القويه بتعدي بدون ما نعمل تحتها خطوط كتير. عشان هو بيتعمل وكأنه دوكيومنتري. بالظبط. هو ده الواقع. هو ما بالظبط، عندك حق. يعني هو ما بيجيش في الاحداث الكبيره ويعمل لها هايلايت بالموسيقى بالافكت لا لا لا، عادي، كلامك صح. دي نقطه برضو من النقط المهمه، ان الحاجات بتعدي وكأنه ده الواقع. وده اللي بيخلي بقى، يعني رجوعا للحاجه اللي انا اتعلمتها، الستايل ده بيخلي لما بيحصل رياكشن بعد حلقه او حلقتين على فعل معين، لانه ما كانش عامل ستريس على الفعل، فبيخلي الرياكشن مفاجئ، او بيحسسني ان هو مفاجئ. فاهم قصدي؟ مظبوط. بس يعني أنا ما عنديش حاجة تانية ممكن أقولها أكتر من كده. يعني في جزء مهم، في حاجة مهمة برضو ليها علاقة بإنه قد إيه هو حقيقي. لما أنت بتتكلم على إنه هو مرتبط جدا بالواقع، ومرتبط بشخصيات حقيقية، ومرتبط بعوالم حقيقية 100%. أنا ده بالنسبة لي، يعني أنا راجل بقى إيه، لا ليا في البيزنس، ولا ليا في البورصة، ولا ليا في كواليس عالم النتوركس الإعلامية الضخمة. يعني كل العوالم دي بالنسبة لي كانت جديدة تماما، أو جديدة بمعنى أن أنا بشوفها في المسلسلات والأفلام، لكن أنا ما أعرفش الحقيقي بتاعها. وفي سكسيشن هم مقدمين الحقيقي بتاعها. ففي كتير جدا من الحوارات ومن المناقشات ومن الخناقات في المسلسل مليانه بمصطلحات وجمل ليها علاقه بعالم انا مش عارفه. فانا يعني كاني بسمع ناس صينيين بيتكلموا. المدهش ان انا، ومش انا بس، كل الناس اللي تابعت المسلسل من غير ما يكونوا عايشين في هذه العوالم بنتابعه بمنتهى الشغف، لاننا المعلومات اللي احنا مش فاهمينها قوي دي بنزلطها زلط لحساب الدراما. هو قادر يخليني اخد بالي من تأثير الكلام اللي انا مش فاهمه. هو قادر يخليني احس باحاسيس الشخصيات على الاكشنز اللي ليها علاقه بعالم انا ما اعرفوش. فانه يوصل لهذه الدرجه من الحساسيه، انه يوصل لي المشاعر بغض النظر عن المعلومات اذا كنت فاهمها ولا مش فاهمها، ده يعني ده انجاز فني من نوع مختلف يعني. دي نقطة مهمة. أنا عاوز أقول لك حاجة. طبعا أنا في حاجات كتير جدا من اللي بتحصل في سكسيشن أنا على اتصال بيها وفاهم. يعني مثلا أنا أساسا خريج اقتصاد، فمعلوماتي عن الاقتصاد قوية. يعني فاهم اقتصاد ومؤشرات اقتصادية والكلام ده. لكن علاقتي بالبورصة وبمعرفة المؤشرات اللي ليها علاقة بالبورصة وأسعار الأسهم والتلاعبات ودمج الخاصة والكلام الشركات والحاجات، الإيه ودمج الشركات والاستحواذ والحاجات دي. الحاجات دي بالنسبة لي بدأت في إبريل 2020. يعني أنا من إبريل 2020 بقى عندي اتصال بهذا العالم بحكم العمل، يعني اللي هو الأخبار يعني، والحاجات اللي ليها علاقة بالبورصة والاقتصاد والكلام ده. فأنا من إبريل 2020 أنا متابع العالم ده بشكل جيد جدا.
يعني مثلا قول من ابريل 2020 لحد ابريل 21 قعدت سنه كامله قاعد اقرا في الموضوع ده كتير جدا، واتابع اخبار شركات واندماجات واسعار اسهم تطلع واسعار اسهم والبابل بتاعت التك وكل الكلام ده. لما جيت اتفرجت على المسلسل انا كنت مندهش ازاي المسلسل بيتعامل مع الحاجات دي بشكل واقعي جدا جدا جدا، ولكن كمان فيري سوفيستيكيتد، لدرجة ان المسلسل لم يكن ليكترث او لم يكن مهتما ان المشاهد بتاعه يفهمها. خالص ما يعني مش بالظبط. وبالتالي هو بيتفرج على دوكيومنتري. انت بص، انت كمشاهد انا مش جاي افهمك اللي بيحصل، انت تيجي تقعد على الكنبه كده زي الباشا وتتفرج، اللي تفهمه تفهمه واللي مش هتفهمه مش مشكله. صح. فلو انت على مستوى انت ما عندكش اتصال بهذا العالم وما عندكش فهم بعالم البورصه واندماج الشركات وبامبنج السعر اللي هو نفخ سعر السهم بشكل ما وكل التلاعبات دي والارقام بتاعت الهند اللي حصل فيها تزوير عشان مش عارف ايه كل الحاجات دي، لو انت ما عندكش فكره دونت وري، لا تهتم، انت هتتفرج وهتاخد الدراما. ولو انت عندك فكره، لو انت كنت من الناس اللي فاهمين العالم ده وفاهمين هم بيقولوا ايه كمصطلحات وكحاجات، تمام، انت هتستمتع جدا 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 جدا. طبعا وبالتالي هتكون متعه مضاعفه يعني. وعشان كده انا رايي الشخصي انه عشان لكي تستمتع بهذا المسلسل عليك للاسف يؤسفني اقول لك ان انت محتاج تعمل يور هوم وورك. فيور هوم وورك ده هيتضمن انك تتفرج على الثلاث حلقات دوكيومنتري بتاع ميردوك، ثم الثلاث حلقات دوكيومنتري بتاعت ماكسويل، ثم لو عندك شويه اطلاع كمان على عالم البورصه والشركات والاقتصاد كمان ده هيفيدك، ولو عندك شويه معلومات عن عالم السياسه الامريكيه كمان ده هيفيدك. ف... ف... بس ده عشان ياخدوا البونص، مش عشان لا مش لا عشان يتبسطوا بالمسلسل. احسن الناس تكش. لا لا بالظبط. لا ما انت لو مش عاوز يعني ايه، مش عاوز تدخل في لايرز من المتعه ما تعملش الكلام ده. يعني لو عاوز تتفرج عليه، وانا على فكره ده مسلسلات انا متفاهم ان حد يتفرج عليه يقول لي المسلسل ده ممل قوي، المسلسل ده ايه المسلسل، انا ما فهمتش حاجه، انا مش عاوز اتفرج. انا متفاهم والله. يعني لو حد عنده هذا الانطباع ناحيه المسلسل تمام، انا يعني تمام مش زعلان، متفهم ده. لكن بجد هو عمل مختلف، ولو عاوز تستمتع بيه باللايرز المختلفه بتاعته اعمل الحاجات دي هتستمتع فعلا بيه. يعني انك تعرف عيله ميردوك وعيله ماكسويل وخفايا ليها حاجات ليها علاقه بالبورصه والسياسه، هتستمتع اكتر جدا بالمسلسل. فدي نقطه بتخيل انها مهمه. النقطه الاخرى جدا طبعا، هل انت عاوزني دلوقتي احكي قصه مقابلتي مع براين مش كوكس سامع. ولوجان روي؟ انت مش سامع دلوقتي؟ وائل سامع؟ طيب احمد انت موجود يا احمد، سامع؟ انا فقدت الاتصال، مش عارف اه انت يا زكي. لا خلاص سمعت. سمعتني دلوقتي؟ ايوه. طيب عظيم عظيم، يعني رجع الاتصال. طيب هل تسمعني؟ انا سامع كويس جدا. الو. انا سامعك، سامعني؟ سامعني يا وائل؟ وائل سامعني؟ طب لو سامعني انا هخرج وادخل تاني لان انا مش سامع اي حاجه. ماشي طيب اخرج تمام. طيب احمد انت سامعني؟ انا سامعك يا زكي. وقبل ما وائل يجي كنت عايز اقول لك انه المسلسل مش محتاج يعني تبقى انت عندك شويه معلومات اقتصاديه او حاجه او حتى في البورصه. لو جيت قارنته مثلا بذا بيج شورت مثلا، لو عايز تتفرج على ذا بيج شورت محتاج ان انت يبقى عندك معلومات اقتصاديه او صحيح. يعني اما انت هتحس مثلا بعد اول نص ساعه اللي انت في محاضره اقتصاد صعبه قوي، فهتقفل الفيلم خالص. صح، ذا بيج شورت فعلا من الافلام اللي هو دخلت في عالم البورصه وعالم الحاجات الاقتصاديه بشكل عميق جدا جدا. المسلسل لا، بس لو انت عندك معرفه بالبورصه هتستمتع جدا، خصوصا في الجزء الثالث والرابع. وائل رجعت؟ تمام بقيت معاكم. طيب كان ايه اخر حاجه سمعتها مني؟ لم لا يعني ما فاتنيش كتير يعني قبل السؤال بتاع احمد على طول. طيب الحاجه الثانيه، هل انت تحب احكي لك دلوقتي قصه لقائي مع لوجان روي
و- ولا احكيها بعدين بعد ما نتكلم عن الشخصيات؟ زي ما تحب يعني، بس تهيألي كل اللي موجودين حابين يسمعوا لقائك مع الراجل المخيف في كل احواله ده. اوكي ماشي. طيب انا طبعا انا براين كوكس بتفرج عليه من زمان جدا، فانا يعني ايه اتفرجت على كذا فيلم لبراين كوكس، وهو من الممثلين اللي انا بشوفه ممثل مهم، لكني ما كنتش حاطط عيني عليه قوي، يعني ما كنتش برضو ايه يعني براين كوكس مش الباتشينو مش روبرت دينيرو، ممثل رائع على فكرة وبيقدم مستويات اداء زي روبرت دينيرو زي الباتشينو، ممثل هايل. براين كوكس ممتاز جدا. وبعدين اللي حصل يعني مثلا انا شفت مثلا شخصيته مثلا في، لو تفتكر افلام الاكشن بورن ليجاسي وبورن التيميتم، فاكر انت الافلام دي ايوه طبعا يعني. ايوه، مع مات ديمون. بالظبط مع مات ديمون، هو كان بيلعب دور ضابط سي اي اي، ضابط كبير في السي اي اي. ايوه المهم فلما بدأ المسلسل اتفرجت عليه، طبعا هو الراجل يعني ايه سيطرة على العقول وشد الانظار، وبقى مجرد ظهوره في اي مشهد من مشاهد المسلسل بيخلي الواحد خلاص يعني ما يقدرش يتابع اي شخصيات تانية ويحط عينه على براين كوكس من كتر ما هو ممثل قوي جدا جدا. وطبعا زعيقه وشتايمه، اكتر مسلسل تسمع فيه الاف وورد، وهو عنده الجمله الشهيره دلوقتي بتاعته اللي بقى مشهور بيها اللي هو فاك اوف، وبنرفزه كده. ف... فاللي حصل ان انا طبعا شفت السيزون الاول، شفت السيزون الثاني. الكلام ده سنة كام؟ الكلام ده أنا والله كاتب عندي التاريخ، أعتقد سنة 22. يعني كان، يعني أنا شفته بعد السيزون الثالث وكان فاضل السيزون الرابع، أو شفته بعد السيزون الثاني فاضل السيزون الثالث. هرجع تاني للتاريخ، أعتقد أنا شفته في ديسمبر 22. إحنا في 23 صح؟ آسف، أنا شفته ديسمبر 21. ديسمبر 21 كان السيزون الثالث طلع ولا لسه؟ ديسمبر 21. لا كان السيزون الثالث طلع، لا كان الثالث لسه ما طلعش، لا. يبقى أنا شفته بعد الثاني قبل اه الثالث، أنا شفته ديسمبر 21. المهم انا كان كنت هو صور السيزون بس لسه ما اتعرضش. ممكن المهم اللي حصل انه انا كنت شغال، كان عندي شيفت كروس. الشيفت كروس ده بيبدأ 1 الظهر وبيخلص 11 بالليل. وبعدين نازل من المبنى. آه، يعني انا ما بحبش اقول انا شغال فين، بس يعني مكان شغال في في اسمها ايه دي، في مؤسسه اعلاميه، يعني اهم مؤسسه اعلاميه في بريطانيا يعني. المهم anyway ما بحبش اقول اسمها. فانا نازل من المبنى آم، الساعه 8 بالليل. 8 بالليل وبعدين انا نازل 8 بالليل من المبنى ورايح اجيب قهوه، وكنت رايح اجيب قهوه من بريتا مانجي. طبعا احمد بما انه معانا عارف انت يا احمد بريتا مانجي اللي في ريجنت ستريت. في ظهر المبنى، في وش المبنى كده وانت ماشي. مش في وش المبنى لا، يعني يعني بطلع من المبنى وبمشي شويه. يعني المهم فراح اجيب قهوه من بريتا مانجي. وبعدين وانا نازل كده في ريسبشن كده صغير للمبنى، يعني لان هو في مبنى رئيسي، في هم 3 مباني كونكتد لبعض. في مبنى كبير وده ليه ريسبشن كبير جدا، وفي مبنى فرعي، في مبنى تاريخي ليه ريسبشن متوسط الحجم، وفي مبنى الريسبشن بتاعه صغير. انا كنت موجود، انا طالع من المبنى اللي الريسبشن بتاعه صغير، وبالتالي يعني ريسبشن صغير يعني. ففي راجل قصير حاطط طاقيه وبيكلم السكيورتي. السكيورتي اللي كان واقف ورا الريسبشن ده شاب صغير مثلا قول عمره 22 سنه، وما يعرفش مين اللي بيكلمه، ومفيش حد، يعني ريسبشن فاضي مفيش غير السكيورتي ده، وبيحاول يفهم الراجل الكبير القصير ده اللي لابس طاقيه ولابس جاكيت كده ومش مش باينه ملامحه، بيحاول يفهمه حاجه. وانا بعدي بسرعه عشان اروح اجيب قهوه. وبعدين انا لمحت البروفايل براين كوكس، وانا نسيت اسمه، انا ما جاش في اسمي براين كوكس، انا جه في بالي لوجان روي. فانا قلت لوجان روي واقف بيعمل ايه قدامي؟ وقلت اكيد مش هو. المهم انا عديت وطلعت بره المبنى وبلف عشان ادخل بقى على الشارع الرئيسي واجيب قهوه. وبعدين قلت لا هو لوجان روي، لا يا جماعه هو فرحت راجع تاني. وبعدين بصيت كده لقيت يا نهار اسود، لوجان روي واقف، ده براين كوكس يا جدعان.
رحت داخل. طبعا انا دخلت، انا تحولت يا وائل الى، عارف كازن جريج في المسلسل؟ اي. انا كازن جريج، انا والله العظيم انا تحولت لكازن جريج. بصيت له كده قلت له مستر كوكس، مستر براين كوكس. فبص لي كده بقرف شديد، يا لهوي، اللي هو عارف انت راجل مش طايق نفسه، اللي هو فعلا لوجن روي. هو ما بيمثلش على فكره، لوجن روي دي شخصيته في الحقيقه. بص لي كده اللي هو كان عاوز يقول لي مش فاك اوف. فقال لي نعم، ايوه عاوز ايه؟ قلت له انت لوجن روي. فبص لي كده، هو ده متخلف ده ولا ايه؟ قال لي يس نعم. قلت له انا معجب بيك جدا، انا مش عارف، انا اتحولت لكازن كريج بقى، مش قادر اسيطر على انفعالاتي، يعني ده لوجن روي يا جدع. فقعد اقول له انا معجب المسلسل رائع، ايه المسلسل عظيم، انتوا بتصوروا جزء جديد؟ طبعا ده سؤال بيساله اي مثلا ايه انسان معدي شاف الهام شاهين او شاف مثلا رغده. فقال لي ايوه بنصور جزء، انت ايه حكايه؟ نعم يعني. قلت له انا معجب بيك. قال لي شكرا شكرا مش عارف ايه. بعدين انا قلت ايه اقول له ان انا متابعه من زمان. قلت له على فكره انا شفت فيلم تشرشل وعجبني جدا. هو فعلا قام بدور تشرشل وقام بدور تشرشل بشكل رائع. اللي ما شافش فيلم تشرشل يروح يتفرج عليه، هينبسط جدا جدا باداء براين كوكس فيه. فقال لي شكرا شكرا، فعلا كان فيلم كويس مش عارف ايه. وبعدين قلت له طبعا انا كنت لسه هقول حاجه وبعدين منعت نفسي الحمد لله انا اقولها. كنت هقول له هو فيلم تشرشل بتاعه نزل في نفس السنه اللي نزل فيها فيلم ذا داركست اور، اللي خد عنه الاوسكار. الممثل البريطاني اسمه ايه؟ باري اولدمان. ايوه. فانا كنت هعمل حته كده، بس الحمد لله الحمد لله الحمد لله منعت نفسي. كنت هقول له ان انت عملت تشرشل اعلى من جاري اولدمان. فطبعا ساعتها كان ايه ممكن اسمع كلام مش تمام. فخدعت نفسي. وبعدين قال لي هو انت شغال في الفارسي؟ قلت له لا انا شغال في العربي. قال لي اصل الفارسي عاوزيني و... ومفيش حد نزل جابني. قلت له ايه معقوله؟ ازاي ده؟ لا 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 ده موضوع. فبص لي كده قال لي انت تقدر تطلعني فوق؟ قلت له اقدر اطلعك فوق. قال لي اوكي يعني لو ينفع. قلت له فالسكيورتي ما يعرفش ده مين. فبص لي كده قال لي لو حابب تطلعه فوق فانا بصيت للسكيورتي كده، كنت هقوم اروح لطش وقال يعني كنت هقوم، كنت هتنرفز على السكيورتي لانه ازاي ما يعرفش براين كوكس. فبقول له ايوه ايوه انا هطلعه. فراح بص لبراين كوكس كده، الراجل ما يعرفش هو مين، ما يعرفش هو مين ده خالص، وما بيتفرجش على سكسيشن وما بيتفرجش على مسلسلات، وشاب صغير ويعني شاب رائع يعني. انا معجب بيه جدا ان هو ما يعرفش مين اللي واقف قدامه خالص. فيقول له انت اسمك ايه؟ فالراجل جاي يقول براين كوكس. فانا قلت له لا 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 هات الورقه. رحت كاتب انا بنفسي براين كوكس. قلت له براين كوكس يعني انت عاوز اقول له انت ايه يا اخي حرام عليك فضحتنا، انت ما بتعرفش براين كوكس. وبعدين راح عمل له صوره وعمل له عمل له البتاع ده البادج اللي يلبسه عشان يطلع بيه المبنى. وبعدين رحت انا مدخله ومركبه له اسانسير وقعدت اتكلم معاه. فهو بدا بقى خلاص بقى خلاص انا هطلعه فوق يعني المبنى فوق يعني في التصوير. وهو الراجل ممتن، بس طبعا هو مش ممتن يعني هيشكرني، بس هو بدا ايه يتكلم هو اللي جاي. فقال لي انت بتتابع اللي بيحصل في ايران؟ قلت له انا متابع اللي بيحصل في ايران. قال لي شيء مؤسف جدا جدا، انا مراتي هي اللي قالت لي لازم تيجي وتتضامن مع الناس في ايران، ومراتي قصت شعرها فانا برضو مش فاهم ايه علاقه مراته بايران. طبعا بعد كده رجعت وقريت فاكتشفت ان مراته ممثله ايرانيه. فالمهم ايه وصلته فوق، طلعته فوق عند الفارسي. وبعدين دخلت وهم برضو مش عارفين هو مين، مش عارف هم طلبوه ازاي، مش عارفين هي مراته واضح ان هي اجبرته يروح عشان يعلن تضامنه مع مع المتظاهرين في ايران. فقلت لهم مستر براين كوكس هنا. فالمهم حد جه وبعدين بص لي كده يا نهار اسود زي لوجن روي بالظبط. راح مسلم عليا بيقول لهم ايه this gentleman بطريقه انجليزي كده. لوجن روي وهو بيتكلم لما عارف انت لما لوجن روي يحس بالامتنان تجاه شخص بس اللي هو متحفظ قوي، اللي هو بص لي كده وراح راح مادد ايده ومسلم عليا قال لي thank you very much young man. طبعا نسيت اقول لكم ان انا كمان واحنا تحت بقى ولسه السكيورتي مش عارف مين الراجل ده. قلت له ممكن اخد انا طبعا عمري يعني انا شفت ناس كتير يعني. انا كنت رحت مهرجان ترايبيكا فيلم فيستيفال وعملت لقاءات مع نجوم كتير جدا، وشفت عمري ما طلبت اتصور مع حد، ما بتصورش مع حد خالص. طبعا باعتباري ان انا شفت لوجان روي وتحولت الى كازن جريج، انا طلبت منه سيلفي. قلت له معلش بقى انا هاخد قال لي اوكي. طبعا انا كنت يعني طبعا ما عملتش الحركه اللي بيعملوها دلوقتي في امريكا
ان في امريكا وبريطانيا كل حد يشوفه يقول له انا عاوز اخد معاك فاك اوف سيلفي، انك تقول لي فاك اوف سيلفي وفاك اوف وانا باخد السيلفي اكون مبسوط قوي يعني. فالحمد لله ان انا ما عملتش الحركه المتخلفه دي، بس خدت منه 3 صور، 3 سيلفي يعني. في منها واحد كان لوجن روي وهو متنرفز، وفي 2 لوجن روي مبتسم. وبعدين بقى فوق راح مسلم عليا وقال لي شكرا جدا مش عارف ايه. وطبعا انا ما كنتش مسيطر على نفسي يعني. انا سلمت على لوجن روي وطلعته في الاسانسير واتكلمنا وخدنا يعني اللحظه دي كانت لحظه مرعبه جدا. بعدين نزلت تحت النيوز روم عندنا، وبعدين فتحت التلفزيون BBC فارسي. اوكي ذكرت الاسم المهم. فايه شفته هو على الهوا بيتكلم وبس. وبعدين بقى رحت باعت صور لكل اصحابي اللي بيتفرجوا على المسلسل، وكلمتهم قلت لهم انا قابلت لوجن روي. وقعدت بقى طبعا ليلتها انا ما كنتش عارف انام، كنت سعيد جدا جدا جدا. وفضلت مده طويله جدا بستحضر هذا اللقاء التاريخي مع لوجن روي. و... ودي قصتي مع الزميل براين كوكس. يا بختك. يعني اتصورت مع لوجن روي، كلمت لوجن روي وطلعته المبنى كمان يعني. يا بختك. طبعا هي مشكله دلوقتي مشكله براين كوكس ان بعد المسلسل ده مفيش حد هيبص له الا هو لوجن روي. دي مشكله كبيره جدا. لا ما هو يعني هو يعني للاسف ده بيبقى مصير ممثلين كتير اللي بيوصلوا يعني. هو الراجل على ذكر ان احنا كنا بنتكلم عن سوبرانوس مثلا، الله يرحمه يعني، هو توفى من 3 سنين. الممثل اسمه ايه؟ اكتر من 3 سنين جيمس كاندولفيني مات في ايطاليا جيمس قبل ما جاندولفيني. الفيلم. فيعني ما حدش يقدر يتخيله غير توني سوبرانو يعني. صحيح. يعني خلاص هو انطبع بهذه الشخصيه. وفي ممثلين تانيين مثلا عظام مرتبطين بكاركترز معين، يعني اللي هو بنوع معين من الشخصيات، زي جو بيشي مثلا في افلام المافيا. صعب جدا تتخيل جو بيشي غير انه يكون مافيوزو. صح. يعني حتى لما عمل كوميدي واخد الفيلم اللي هو ماي كازن فيني، كان كوميدي عن عوالم برضو شبه المافيا وكده. ف فهو يعني خلاص براين كوكس طبعا اتحط في الحتة دي للأبد يعني. ما دي مشكله طبعا. هو يا بخته ان هو حصل له ده وهو دلوقتي حاجه و70 سنه. وهو كبير بالظبط اه بالظبط. فمش هتفرق معاه. انما جيمس طبعا انا لحد دلوقتي مش قادر. جيمس كاندولفيني مات 2013. انا من 2013 لحد هذه اللحظه مش قادر اتخيل ان جيمس كاندولفيني رحل يعني. كان ممثل عظيم جدا. طيب انا طبعا انا كنت قلت انه احنا مش هنطول في باعتبار دي كمان يعني قاعده مسجله. طبعا احب اخد اسئله الناس، لو حد عنده اسئله او عنده ملاحظات نحب نسمعها. بس قبل ما نعمل ده كنت عاوزك تبص على الشخصيات. الى اي مدى شفت شخصيه كيندل، الشخصيه الاكثر دراميه والاكثر شكسبيريه والاكثر تراجيديه، واللي لعبها مش ببراعه، بمستوى يفوق الخيال. جيريمي سترونج. يعني جيريمي سترونج عمل دور مذهل لدرجه انه براين كوكس كان اتكلم، ودي كانت عملت ازمه جوه المسلسل، لانه اتكلم للصحافه وقال ان انا خايف على الراجل ده، انا خايف على الشاب ده، هيحصل له حاجه، هينجلط يعني، ممكن يموت وما يكملش معانا المسلسل من كتر ما هو مش دخل في الشخصيه. هو تلبسه كندل بشكل مؤلم، مش بشكل مذهل، بشكل مؤلم. يعني انا بتفرج على كندل وبتألم. كندل كان صحيح. قادر ان هو ينقل لي شعور الألم. وطبعا كندل وعلاقته بابوه دي علاقة مش عارف اقول ايه يعني، من هنا للصبح. دي بقى برضو لير تاني في المسلسل، بعيدا بقى عن قصة ميردوك وماكسويل وكل الكلام ده، وهو كلام مهم جدا. العلاقات اللي ما بين الاب وابنائه، طبعا. والابناء والاب، مذهلة مذهلة مذهلة. احب اسمع منك في الحتة دي. بص هو يعني انا بتهيالي الشخصيات عموما في المسلسل ده ويعني هنا يعني همد خيط لحاجه انت كنت قلتها من شويه عن قد ايه الشخصيات هنا تبدو كريهه، وتبدو انه يعني صعب جدا تتعاطف معاهم، او يعني وفي الحقيقه هي فعلا شخصيات لو انت بتقابلها في الحياه هي شخصيات كريهه جدا لو انت تعاملت معاها
في شغل، في مصلحة، في شركة، يعني دول اكيد الشخصيات اللي انت هتتمنى ان انت ما تشوفهمش تاني. المدهش انه بالرغم من كده انا على عكسك، وبالتالي ده يعني هتلاقي على الاقل اكتر من نص اللي اتفرجوا على المسلسل عندهم الاحساس ده، انه ممكن ما تحبهمش بس انت بتتفهمهم. يعني المسلسل قدر، ودي من حلاوة الكتابة برضو، انه قدر يخليك تتفهم الشخص القذر ده هو قذر ليه، تتفهم وتتفاعل وتستوعب انه البني ادم ممكن يكون حقير احيانا، انه البني ادم ممكن يبقى خبيث، ممكن يكون واطي يعني، وهم فيهم كل الصفات دي، بس بس ليه الصفات دي بتظهر؟ يعني بدون حرق في تتابعات النهاية، لما كل شخصية بتستدعي طبيعة علاقتها بالأب وجذور الوعد بان انت الخليفه، او ان انت اللي هتيجي من بعدي، لازم في لحظه زي دي لازم تتعاطف معاه. يعني حتى لو ما كانش التعاطف اللي هو ان انت تتمنى له انه يحقق اللي هو عايزه، بس على الاقل تعاطف من نوع انه انا لو مكانه كنت هعمل كده، انا لو مكانه كنت هحس الاحساس ده، انا لو مكانه كان ممكن اتصرف بالحقاره دي. يعني ازاي تقدر ترسم شخصيات حقيقية لدرجة ان انت تستوعب او تتفهم شرها؟ دي معجزة رسم الشخصيات في المسلسل ده. واعتقد يعني كل الاعمال المهمة الكبيرة بيبقى فيها المعجزة دي، بيبقى فيها القدرة على انه انا هفهمك الانسان الشرير ده شرير ليه، الانسان اللي مش كويس ده هو مش كويس ليه. دي بالنسبه لي الدراما الحلوه. متفق معاك جدا، متفق معاك جدا في رسم الشخصيات. وانا لحد دلوقتي اقول لك حاجه برضو من الحاجات المنتشره استكمالا لحديثك يعني، او بناء على فكرتك، انا مش قادر اشوف شخصيه واحده كتبت وحش في المسلسل ده. يعني الشخصيات الهامشيه زي الاخ مثلا، اللي هو عم الاولاد، اللي هو مهم. اخوه اللي بيكرهه، اخوه الكبير اللي ما بيحبوش الراجل ده ظهر مثلا 6-7 مشاهد في الاربعه سيزونز. الراجل ده مثلا، الراجل ده مكتوب حلو جدا جدا طبعا. على مستوى كازن. الراجل ده على فكرة انا قابلته في الحقيقة وعملت معاه انترفيو في الدوحة في مهرجان ترايبكا فيلم فيستيفال، وكان اعتقد كان لسه واخد الاوسكار، وهو ابوه كان ممثل وخد الاوسكار كمان. فراجل لطيف جدا جدا، عملت معاه قبل انا فاكر حوالي 6 دقايق او حاجه زي كده، راجل لطيف. بس الكلام ده برضو من 10 سنين، ما كانش بان عليه السن زي ما بان في المسلسل. في المسلسل بان الراجل اكبر بكتير يعني بحكم السن، بس طبعا اتكتب بطريقه رائعه، وهو كمان ادى الدور بطريقه رائعه. بس انا بتكلم انه حتى على الشخصيات الهامشيه مش الشخصيات الرئيسيه بس. توم صحيح. توم زوج شيف مش ممكن، ده شخصيه جباره. مش ممكن. مم. وقد ايه انا كنت بحتقر وبكره هذه الشخصيه في السيزون الاول، وقد ايه بعد كده بدات اتعاطف معاه، بس ما احبوش، بس متعاطف. بالظبط. والولد الصغير رومان في السيزون الاول ما بحبوش، ما بطيقوش، وبعد كده انا معجب يعني، لا بيسيطر يصعب عليه. عليك، هو بيوصلوا لمرحله انهم بيبقوا مثيرين لشفقتك يعني. صح صح، آه. مظبوط آه. مظبوط. الحاجه التانية طبعا الكتابه. بص، المسلسل ده التمثيل فيه مذهل. يعني انا مش قادر اتخيل ان انت سوبرانوس اللي هو مسلسل عظيم جدا جدا جدا، في شخصيات معموله وحش. سوبرانوس في شخصيات مكتوبه وحش، وفي شخصيات متمثله وحش. سوبرانوس صحيح. انت المسلسل ده ما فيش حد مثل وحش بما فيهم حتى يا راجل جيري اللي هي كانت مديره في الشركه. ايوه ايوه طبعا. مش ممكن. الطقم كله، كل طقم اللي هم المديرين التنفيذيين بتوع الشركه
فرانك، وكان اسمه فرانك تقريبا، صح؟ ايوه فرانك، والتاني ده اسمه ايه؟ يعني الاثنين. هم كذا واحد كده، طقم اللي هم الشمشرجيه بتوع بتوع بالظبط، لوجان. بتوع لوجان. لا 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 لا، مش ممكن يعني، انت متخيل التمثيل رائع. والام مثلا اللي هي ام الولاد برضو ظهرت، يعني ايه، يمكن بمجموع 20 مشهد مثلا في المسلسل كله. بالظبط. شخصية عظيمة. حتى هيام عباس اللي اه لعبت، طبعا. مش ممكن برضو لعبت الدور بشكل رائع. فالمرة تانية التمثيل رائع جدا من كل الشخصيات، الكتابة حلوة قوي 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 لكل الشخصيات بلا استثناء. لكن مرة تانية قوة هذا المسلسل في الكتابة. يعني أنا بتفق معاك في مسألة ازاي تقدر ترسم شخصية بالشكل ده وبالعمق ده وبالأبعاد دي. صحيح. فدي نقطة مهمة جدا. الحاجة التانية برضو عاوز ارجعك تاني لكندل، انت شفت كندل ازاي؟ فاكر من حوالي قبل عرض الحلقة الأخيرة على طول، مم. كان شريف نجيب كاتب تويتة ليها علاقة بإنه يا ترى مين اللي هينتصر وحاجات كده. وكان بيقول انا ساعات ببقى في تيم رومان وساعات ببقى في تيم شيف وكده. فانا يوميها علقت عنده، قلت له انا من اول حلقه لحد اخر حلقه انا في تيم كندل. لانها طبعا هي اكتر شخصيه آه، تراجيديه في صح الموضوع. يعني ده هاملت، يعني اللي هو ده عطيل، ده مكبث، هو ده كندل، صح صح مش صح. لوجان. يعني لوجان هو البطل او الشخصيه المسيطره المهيمنه، لكن الشخصيه التراجيديه، البطل التراجيدي بتاع سكسيشن هو كندل. ازاي يعني تجسد كتابة وتمثيلا فكرة الوعد، فكرة الشخص الموعود دائما بتحقيق شيء، وهو جوه الوعد ده نفيه. يعني هو موعود بشيء، وجوه الوعد ان انت مش هتاخد الشيء ده. حاجه يعني حاجه تقطع القلب، حاجه زي كده اللي هو اسمه ايه بتاع الاسطوره الاغريقيه اللي بيطلع الصخره لفوق وتنزل الناحيه التانيه. كندل عاش في ده طول الوقت، ان هو كل ما يقرب من هدفه يتحرق ويرجع تاني ويحاول تاني ويلف من ناحية تانية ويعمل تحالفات جديدة مم. ثم يفشل مجددا. يعني شخصية فعلا كلاسيكية جدا، تراجيدية جدا، واتعملت بشكل واقعي جدا جدا، حقيقي جدا جدا، تقدر تصدقه وتقدر اللي هو بيقولوا عليه ريليتابل. يعني تقدر تحس ان انت شفت زيه قبل كده، مع ان ده عالم بعيد عنك تماما، بس انت عارف النوع ده من الاحاسيس لانك ممكن تكون جربتها حتى على مستوى علاقتك بابوك في حاجه صغيره، ولا علاقتك باخ اكبر في وعد معين وعدهولك. انت فاهم الاحساس بتاع كندل ده طول الوقت. فانا من عشاق الشخصيه دي بصراحه. بص، جيرمي سترونج عمل حاجة في هذه الشخصية أنا تقديري إنها غير مسبوقة. وإن لوجان روي، براين كوكس في شخصية لوجان روي، براين كوكس عمل مستوى أداء رائع 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 وقوي. بس بس فعلا اللي على مستوى كل هذه الشخصيات وكل هؤلاء الممثلين، اللي طلع حاجة تقيلة جدا ومؤلمة جدا جدا، كان جيرمي سترونج في دور كندل. طبعا برضو شيف، انا يعني شيف اللي هي سارة سنوك دي لعبت الدور بشكل رائع. الراجل الممثل الانجليزي اللي لعب دور توم، هو بيمثل من مدة على فكرة. هقول لك اسمه ايه، اسمه ماثيو ماكفيدن. برضو لعب الدور رائع. كلهم كانوا بيقدموا مستويات اداء عالية. بس فعلا كيندل كان حاجة تانية، لانه كيندل هي فعلا الشخصية الشكسبيرية المحملة بالألم والجلط والمرارة الملعون، عارف. بالظبط، هو الإحساس بالظلم والإحساس باللعنة. هو ده كيندل. فأنا معاك في دي جدا 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 جدا. آم، طيب انت بعد كيندل، باعتبارك ان انت كنت تيم كيندل من داي 1، ايه الشخصية اللي انت بعد كيندل كنت دايما حريص انك تتابع ازاي بتتصرف وازاي بتتحرك وازاي بتتفاعل مع بقية الشخصيات؟ شيف طبعا. شيف شخصية يعني very interesting.
اللي هو دي اللي هي الشخصيه اللي تقدر تقول ان انت يعني ما تبقاش متوقع هتتصرف ازاي، ما تبقاش قادر تحسب لها الخطوه الجايه هتخطيها فين. والشخصيه يعني بالرغم من ضعفها في بعض الحاجات بس هي شخصيه قادره. وانا شخصيا بحب الشخصيات النسائيه اللي من النوع ده، اللي هي ما بتتكسرش بسهوله، ما بتقدر تقاوم وتقدر تخربش وتقدر تعيد حساباتها بسرعه وتغير استراتيجيتها بسرعه. فدي كانت تاني شخصيه بالنسبه لي بعد كندل في رغبتي في متابعه مسارها، مع الوضع في الاعتبار. وانا اسف ان انا بحط ملاحظه سلبيه على المسلسل، بس انا الممثله رائعه في السيزونين الاولانيين، بدات لياقتها تخف شويه في السيزون الثالث، وكانت في اضعف حالاتها كلياقه تمثيليه في السيزون الرابع. لكن لما استدعى الامر في السيزون الرابع في حلقات معينه في مشاهد معينه كانت بتتحول لشيف بتاعت اول سيزون يعني. لكن اعتقد انها ما كانتش في احسن حالاتها المزاجيه في السيزون الرابع، هي فكانت بتستدعي كانت بتستدعي الاداء القوي بصعوبه، كانت بتعرف تستدعيه بس مش طول الوقت. والله دي ملحوظة خطيرة وهفكر فيها مرة تانية في المشاهدة التانية للمسلسل. سارة سنوك ازاي ممكن يكون مستواها تأثر. يعني طيب لو بصيت قارنها على طول، يعني افتح السيزون الاولاني شوف مثلا اول حلقتين ثلاثه، وبعدين شوف اول 3 حلقات من السيزون الاخير. لا هبطت، يعني النيرف بتاعها قل كتير. بس في لحظات كانت بتنور، اللي هو اللحظات اللي مطلوب فيها انها تنور 100% كانت بتنور 100%. بس مش طول الوقت، وده يعني اعتقد ان دي حاجه ليها علاقه بيها هي يعني. ممكن تكون مثلا مرت بظروف مرض او حاجه، يعني ما اعرفش، ما لا، هي عنديش معلومه. السيزون الرابع تزامن مع ان هي حملت. وارد، طبعا، لان هي فعلا كان باين ان هي يعني وزنا مختلفه، فممكن ده كان مأثر عليها هي حملت واضطروا ان هم يدخلوا الحمل الحقيقي بتاعها في في المسلسل. المسلسل. وارد طبعا جدا يكون ده من الحاجات اللي أثرت، وارد جدا. طيب النقطة دي نقطة مهمة. انا بتخيل ان دي هتاخدنا طبعا انا نفسي نقعد نتكلم مدة طويلة، بس بما ان دي حلقة مسجلة وحاول يعني معظمها ينزل في شكل بودكاست يعني. بما انها مسجلة هننهي بس عند النقطة دي، بس ممكن نعمل يعني جلسات قادمة بعد كده بعد ما ننهي عن النقطة دي. هل وقتك يسمح ان احنا نستقبل بعض الأسئلة؟ طبعا طبعا. عظيم جدا. انا بتخيل ان النقطة الأخيرة اللي انا عاوز اناقشها هي ازاي هذا المسلسل يمكن اعتباره احد افضل المسلسلات التي انتجت منذ اختراع التلفزيون، لكل الاسباب اللي احنا اتكلمنا فيها السابقة، ولكن لسبب اخر كمان شديد الأهمية، وهو ازاي حافظ على مستواه المرتفع جدا جدا في الحبكة الدرامية وفي سخونة الأحداث خلال ال40 ساعة دراما اللي شفناهم، أو ال39 حلقة، لأنه السيزون الثالث كان 9 حلقات مش 10، بينما كل سيزون كان 10، فاحنا بنتكلم على 39 حلقة. بعض الحلقات كانت بتتخطى الساعة، فبنتكلم تقريبا عندنا 40 ساعة 41 ساعة دراما. فازاي هو في 4 سيزون معمولين على مدى 5 سنين إزاي قدر يحافظ على مستواه؟ وده ما حصلش مع مسلسلات شديدة الأهمية مثلًا زي سوبرانوس. يعني سوبرانوس مثلًا ما قدرش يحافظ على مستواه المرتفع بشكل دائم. مسلسلات أخرى House of Cards مثلًا، السيزون الأول حلو جدًا، السيزون التاني جيد بس أقل من الأول، بعد كده بينهار المسلسل وبعد كده بيحاول يطلع تاني، بعد كده بقى بينتهي السيزون الأخير في House of Cards يعني ضعيف جدًا وركيك جدًا، جدًا صحيح. على سبيل المثال. فالنقطة دي أنت شايفها إزاي؟ إزاي هذا المسلسل قدر يحافظ على مستواه من أول حلقة لآخر حلقة؟
يعني بدعي انا ما اعرفش وما قريتش عن ده خالص، بس اعتقد انه المفتاح الاساسي للحفاظ على المستوى في المسلسل ده انه من الاول احنا عارفين هنقفل ازاي. يعني يبدو لي كده ان ده مش من نوع المسلسلات اللي هو هنعمل سيزون ولو ربنا سهل وعجب الناس هنبقى نفكر هنكمل السيزون التاني ازاي او السيزون التالت ازاي. لا، دي كانت قصة مكتملة انت عارف ان واضحة من سوبرانوس البداية. كده؟ ايه؟ انت عارف ان سوبرانوس كده؟ لا، ما كنتش عارف ان السوبرانوس كله يعني لا الستة سيزونز لا كانوا من الاول كانوا عارفين هم هيوصلوا لايه. لا سوبرانوس هو لما عمل السيزون الاول، هو عمل السيزون الاول وشافوا اذا كان الامور هتمشي فقالوا له طبعا. ما انا عارف ان سوبرانوس يعني اه انا اعرف ان كل المسلسلات كانت كده. بريكنج باد كان كده. يعني اه بريكنج باد السيزون الاولاني 7 حلقات، هم ما كانوش عارفين هيكملوا ولا لا. بالظبط بالظبط فنهايه السيزون الاولاني ممكن تبقى نهايه المسلسل بالظبط يعني. لكن سكسيشن اعتقد بفترض ان هم من الاول عارفين صح. هم رايحين لفين. بس اللي حصل بقى في سكسيشن، هم عارفين هيروحوا لفين، لكن هم ما كانوش عارفين ان السيزون الرابع هو الاخير. فعلا. لا ما كانوش عارفين يعني، اوكي والممثلين ما كانوش عارفين، وهم بيقروا الحلقات اكتشفوا ان المسلسل خلص. اوكي. على فكرة آخر مشهد صوروه في المسلسل على فكرة، مش المشهد الأخير في الحلقة الرابعة. آخر مشهد صوروه كان، وده شيء محزن جدا يعني، ده أنا لما عرفت المعلومة دي أنا ازددت حزنا. آخر مشهد صوروه دينر فيت فور كينج، اوكي. العشاء ايوه. تصدق ده آخر مشهد، ده آخر مشهد في المسلسل، اللي هو مشهد مبهج جدا. طبعا. التلات عيال بيلعبوا مع بعض وبيستمتعوا مع بعض، وبعدين بيخلص المشهد كات خلاص، فركش. فركش خلاص شكرا، خلص المسلسل. طبعا المشهد الأخير مرعب. انت عارف المشهد طبعا. الأخير كمان ليه نهايتين؟ يعني ايه صوروه بنهايتين؟ لا هو اللي احنا شفناه ده هو المشهد غير مكتمل. هو المشهد المكتمل ان هو هيحاول ينط. فعلا. لا الواد دخل في وما كانش ما كانش مكتوب انه هينط. جيرمي اوكي. سترونج كان مكتئب قوي 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 قوي، لانه خلاص دخل في الشخصيه، كل حاجه راحت، فقال لك انا هنط. انا مش هكمل، انا مش هكمل. وطبعا في حتت كده صغيره، عارف انت الراجل البودي جارد بتاع ابوه اللي ماشي وراه، اه فكرني بفيلم جاد فاذر الجزء الاول، النيري. فاكر انت النيري اللي كان ايوه بيمشي ورا الباتشينو؟ ايوه في الجزء كان النيري اعتقد اشتغل مع الاب، مع مارلون براندو، مع دون فيتو كوليوني، وبعد كده بقى مايكل مع كوليوني ورثه من ابوه، ايوه لانه هو اللي كلف النيري يقتل اخوه في الجزء الثاني. ايوه فهو الراجل ده فكرني بالنيري. لا في حتت كده في المسلسل مرعبه 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 مرعبه. وطبعا شفت انت العيال لما شافوا الفيديو ده مشهد عظيم. جدا جدا مشهد عظيم. جدا، وازاي هذه الشخصيه هائله. عارف انت ايه الغياب بيؤكد على الحضور، يعني هو يعني عارف انت حاضرا رغم الغياب. ايوه طبعا. لا في حاجه مرعبه. وطبعا مش عاوزين نتكلم عشان ما نحرقش للاخوه ايوه، المستمعين، مش عاوزين ما تفاعلش نتكلم معاك قوي عشان كده. في الحلقه رقم 3. شيء مذهل مذهل مذهل. طبعا هو انا بتخيل ان احنا ممكن في جلسه قادمه نتكلم بشكل اريح شويه، يعني نبدا نفتح بقى في الكلام. مع الحرق. مع الحرق بالظبط. يعني هذه الحلقه او هذا السبيس المره دي بدون حرق. السبيس الجاي هيكون فيه حرق، فنتمنى ان الناس تشوفه. آه، طبعا في يعني بعض الاصدقاء بعتوا لي اسئله في الدي ام، هحاول اطرحها عليك بسرعه. كان احد الاسئله هو ازاي ممكن طبعا هو يعني الاجابه انا بالنسبه لي معروفه، بس احب اسمع اجابتك. الى اي مدى ممكن تقارن المسلسل ده مع مسلسل هاوس اوف كاردز؟ مقارنته بهاوس اوف كاردز يعني فنيا يعني. فنيا مثلا.
لا طبعا ما فيش وجه للمقارنه تقريبا. يعني ممكن نقول انه هاوس اوف كاردز كان عنده طموح مشابه، لكن ما قدرش يحققه ببساطه. يعني الطموح، انت لسه كنت بتتكلم دلوقتي على هاوس اوف كاردز وبدايته القويه في السيزون الاول، اللي حاول يحافظ عليها في سيزونين بعد كده بس بمستوى اقل شويه، ثم يعني انتهى الى الشلاحات. يعني لا لا، فرق كبير، فرق كبير جدا جدا. اللي ممكن اللي بيخلينا نحس ان هم شبه بعض، انه الى حد ما العوالم شبه بعض الى حد ما، بالذات لما بنشتبك مع السياسه في سكسيشن احيانا، وطريقه الاخراج، الستايل يعني بتاع طريقه التصوير وكذا قريبين من بعض شويه. وان كان هاوس اوف كاردز تقريبا استغنى عن الطريقه دي ابتداء من السيزون الثالث، بقى يكاد يكون ستايله عادي خالص. استغنى اللي هو الكاميرا المحموله والاحساس بالتوثيق ده، استغنى عنه. حتى التريك بتاعت انه كيفن سبيسي كان بيكلم الكاميرا، بيكلم المشاهدين، يعني بيكسر الحاجز الرابع، كانت بتستخدم بكثافة في السيزون الأولاني، وبعد كده بدأوا يستغنوا عنها برضو تدريجيا لحد ما تقريبا ما نسيناها يعني في السيزون الثالث. فهو كان في طموح عند هاوس اوف كاردز انه يبقى بالقوة دي والحلاوة دي، بس الطموح لوحده ما اسعفوش يعني. طيب في سؤال كمان عن ليه، هل في مبرر فني للزوم ان المفاجئ اللي كان بيحصل بشكل متكرر على وجوه الشخصيات؟ اوكي، هو هنا يعني الزوم ان سمعته سيئة بمقاييس الدراما اللي هي ايه الكلاسيكية اللي كنا بنتابعها من نهاية التسعينيات لحد يعني لمدة 20 سنة. لأنه كانوا بيعتبروه دايما أداة تلفزيونية صرفة، مش أداة سينمائية يعني. ده بدأ يتكسر مع الوقت، وبدأ يبقى للاتاكينج شوت دي، اللي هي اللقطات اللي بتهجم على الشخصيات او على الاشياء من وقت للتاني، بقى لها استخدام فني. لما كنا بنتكلم من شوية على فكرة انه ما كانش بيحط خطوط بالمزيكا تحت المواقف المهمة او اللحظات المؤثرة، ما كانش بيقف كتير عند الحاجات اللي بتعمل تراكم في مشاعر الشخصيات لحد ما تنفجر في لحظة تالية بعدها بحلقة ولا بحلقتين. بس بيستخدم أدوات من نوعية التراك ان او الزوم ان او البان السريع، اللي هو انه يخطف يعني كاميرا تخطف حركة بالعرض يمينا او يسارا. بيستخدم الادوات دي عشان يعمل ما يشبه هذا التنبيه، عشان يعمل ما يشبه انه خلي بالك في هنا حاجة. اوكي، بس بيعملها بشكل خاطف وبشكل يعني متماشي مع احساس الدوكيومنتري، متماشي مع احساس ان انا في واحد واقف بالكاميرا وسط الناس دي وعمال يتابعهم، وكل ما حد يتكلم يلتفت له بالكاميرا ويقرب منه ويظبط الفوكس. فالاحساس بتاع ان احنا بنوثق ماشي مع العناصر اللي تبدو غريبة ومفاجئة دي. طيب دي برضو نقطة حلوة، يعني إجابة مهمة. في مجموعة من الأسئلة اللي برضو وصلت في إطار التعليقات. معتز النمر سأل سؤالين شايف إن مهمين. هبدأ بالسؤال الأول ثم التاني. السؤال الأول بيقول: هل تفتكر ليه لوجان روي كان مصمم يكسر كيندل دائما؟ ليه علاقتهم غريبة دائما؟ ده سؤال فلسفي جدا. يعني ليه؟ بالمناسبة براين كوكس جاوب على السؤال ده في حوار، أحد حواراته كان هو والكاست بتاع المسلسل مع الراجل التوك شو الأمريكاني ستيفن كولبير. قال أزمة لوجان روي إن هو بيحب ولاده،
هو ازمته انه بيحب ولاده. وهو حتى اتسال براين كوكس اذا كان ده رايه، قال لا ده مش رايي، انا اتقال لي من بدايه المشروع واحنا بنكتب شخصيه لوجان روي هو ازمته ان هو بيحب ولاده. ولما اتدقق في كل تصرفات لوجان روي، هي ازمته ان هو بيحب ولاده جدا جدا، لدرجه ان هو مش معتبرهم جديرين بحمل الارث، بحمل امانه الارث اللي هو هيسيبه ليهم. وطبعا كان واضح جدا، انا بتخيل ان دي كانت صعب ان احنا نشوف ان لوجان روي كان بيحب ولاده. لا بس انا كان كنت سهل. بشوف انه بيحبهم، اه بس يعني بس بس حب. كان يعني انا بحس انه العلاقه ما بين لوجان وكندل بالذات، يعني ما يعني دي يعني ممكن ما تنطبقش على علاقته بشيف او برومان، لكن علاقته بكندل بحسها علاقه الاب اللي بيحب ابنه وعايز يشوفه في احسن مكان، بس مش مكاني. صح معاك. يعني انا عايزك تبقى احسن واحد في الدنيا بعدي. فهي علاقه يعني موتره ومركبه جدا، اللي هو ابقى احسن واحد في الدنيا بعد ما انا امشي، مش وانا موجود. انا بتخيل كمان ان هو ما كانش شايف انه كندل قاسي وعنيف بما يكفي لكي يقدر ياخد الكرسي. وده بان في نهاية الجزء مهم. الثالث ولا التاني لما كان بيقول له يو ار نوت ا كيلر. مم. ف صحيح. ولما كندل عمل اللي عمله، ما برضه مش عاوزين نحرق، ايوه المره الجايه ان شاء الله هنحرق. ف... فلما كندل عمل اللي عمله هو انبسط. ايوه فهو دي كانت علاقته طبعا هو مثلا ايه من الحاجات اللطيفه جدا جدا ان هو كونر بالنسبه له مش موجود. ايوه. يعني هو ما لم يكن، حصلش. ما كونر ده ما حصلش. حصلش اصلا. اه وكونر مدرك ده، يعني كونر ايوه مدرك ده ومتصالح مع ده. هو على فكره كونر هو اكثرهم يعني ايه راحه صح صح. بمعنى من المعاني، لانه خلاص هو مالوش علاقه بالليله دي كلها. بس هو طبعا هو بيحب شيف جدا. هو حتى اتسال برضه براين كوكس شخصيه لوجان روي ايه اكتر حد بيحبه من ولاده، هو كان رايه الشخصي شيف. طبعا. هو بيحب شيف جدا جدا. وطبعا من الحاجات المرعبه ان طلع ان في علاقه قويه جدا بينه وبين رومان. مهم. يعني وطبعا من الحاجات المرعبه جدا ان كل عيل من عياله، فيما عدا كونر نوعا ما، كل عيل من عياله هو بيدور حوالين هذا الكوكب. مم. يعني كل عيل من عياله بيحاول، هو قمر من الاقمار اللي بتدور حول كوكب لوجان روي، بيحاول يفك من المدار بتاع كوكب لوجان روي، لكنه بيفك منه عشان يرجع له مره تانية. وان لوجان روي ده هو المحور بتاع مش بس الحياه، هو المحور بتاع كل علاقتهم بهذا العالم. صحيح. فهي علاقة مركبة جدا جدا جدا. السؤال التاني بتاع معتز اللي هو تفتكر لوجان روي هو سيتيزن كين العصر الحديث بكل ما يحمله العصر من قسوة وجبروت؟ انا بتخيل انه انا طبعا انا فيلمي المفضل على الاطلاق فيلم سيتيزن كين بتاع اورسون ويلز. انا عاشق لفيلم سيتيزن كين، اتفرجت هو في عليه شبه منه اصلا الراجل بالظبط. يعني وشه. بس خلي بالك انا طبعا بقول لك انا يعني انا فيلم سيتيزن كين ده انا مهووس بيه من اول مره شفته فيها. وانا اتهوست بيه بسبب الراجل اللي انا اتعلمت منه ازاي اكتب نقد سينمائي من خلال القرايه طبعا، اللي هو الناقد الامريكي روجر ابرت. روجر ابرت ده يعني انا تقريبا قريت كل حاجه كتبها روجر ابرت، وهو اول ناقد سينما امريكاني ياخد جائزه بوليتزر للصحافه. مهم. وكان ناقدا عظيما جدا 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 جدا. هو كان عنده جمله اتسال مره او هو قالها انه نروح جزيره وفيلم واحد بس معايا، فكان لو هاخد سيتيزن كين. روجر ايبرت قلت اتفرج على سيتيزن كين، فاتفرجت على سيتيزن كين ف كنت بتفرج على وقعت في غرام. كنت بتفرج على فيلمين كل يوم. اتفرجت على سيتيزن كين، قعدت اسبوعين ما فتحتش التلفزيون. سيتيزن كين كان مرعب. يعني انا من المرات القليله اللي يحصل لي حاله من حالات ان ما اقدرش اتفرج على حاجه بعديها. كان لورنس اوف ارابيا السير ديفيد لين، وسيتيزن كين لاورسون ويلز. وعقده اورسون ويلز ان ما عرفش يعمل اي فيلم اعظم من سيتيزن كين بعديها. المهم يعني نرجع اي لنقطه معتز. انا شايف ان هو بس سيتيزن كين لما نرجع للفيلم
سيتيزن كين كان شخصية سينمائية كبيرة معقدة. لوجان روي هو فعلا سيتيزن كين بتاع عصرنا الحالي، بس عشان كمان شفناه على مدى 40 ساعة قدرنا نشوف جوانب ولايرز جوه لوجان روي ما كناش قادرين نشوفها في كين خلال الفيلم اللي عمل اورسون ويل. كانت غامضه في سيتيزن كين. ايوه. بالظبط. مش عارف انت ايه تعليقك على الحتة دي. جدا معاك جدا. يعني هو المعادل العصري لنفس الشخصيه، مع تشريح اكتر بقى وتفصيل اكتر. طيب، صديقنا احمد انور كان بعت لي دي ام بيتكلم فيه على في مسألة انه هل في تشابه في طريقة التصوير ما بين هاوس اوف كاردز ومسلسل سكسيشن. انا بتخيل انه لا، هاوس اوف كاردز كان في حكايه كسر الحاجز الرابع زي ما انت ذكرت، وسكسيشن في الحته بتاعت طريقه الدوكيومنتري اعلى بكتير من مسلسل هاوس اوف كاردز. صحيح. يعني الاثنين قريبين في الايقاع من بعض، يعني او في يعني السيزون الاولاني من هاوس اوف كاردز قريب من سكسيشن في الايقاع، في الشوتس السريعه، النقلات السريعه، الكلام ده. لكن طريقه التصوير مش زي بعض. دي نقطة مهمة جدا. طيب، أنا طبعا عاوز يعني نقعد أكتر، بس برضو مدرك إن نحن نسجل هذه المساحة، والمرة الجاية يعني ممكن نلتقي ونحرق بقى المسلسل. المرة دي يعني حاولنا على قد ما نقدر إن احنا ما نحرقش. إيه الحاجة اللي ممكن تنصح بيها من لم يشاهدوا المسلسل كي يشاهدوه ويستمتعوا بيه؟ إيه هي أفكارك النهائية اللي ممكن تقولها في الآخر؟ لا، يعني انا بالصدفه كنت يعني بعد الحلقه الاخيره كتبت فعلا تويته طويله شويه عن يعني نصايحي للي لسه ما اتفرجوش. فممكن يعني اعيدها دلوقتي اجمالا سريعا يا كده، ريت. انه ما تتخضوش من المصطلحات او العوالم اللي فيها كلام غريب في البيزنس او في البورصه او في دمج الشركات او حتى في كواليس السياسه او كده، لانه حتى لو ما فهمتوش الحاجات دي هتستوعبوا الدراما 100%، وهتفهموا دوافع الشخصيات 100%، وهتتفاعلوا معاهم وكذا. الحاجة التانية انه ما تنتظروش ان انتوا تتفرجوا على حاجة ملغزة، بمعنى انه مفيش سر، يعني مفيش لغز هيتحل مثلا، او حد هيتحول مش عارف ازاي خالص. يعني استمتعوا بما تروه، ولا تنتظروا حاجات تويستات. مفيش تويستات، يعني دي مش دراما تويستات، دي دراما كلاسيكية جدا. والحاجة الأخيرة اللي أنصح بيها، ما تتفرجوش على الحلقات باك تو باك. المسلسل ده لم يصمم لذلك. المسلسل ده محتاج يتهضم. ف... فعلى الأقل مثلا تعملوا فاصل ساعتين 3 بين حلقة والتانية، لو كنتوا ناويين تشوفوا حلقتين في يوم واحد. يعني أنا شخصيا أنصح بحلقة كل يوم، عشان تتمزجوا كده وتستمتعوا، لأنه الحلقات ورا بعضها هتلاقوا نفسكم اللي هو في حالة لهاث، ومش عارفين تستطعموا بالحاجة. بس دي نصايح. وطبعا يعني انا في المجمل سعيد ان انا منتمي للزمن اللي بيطلع دراما بالقوة دي وبالحلاوة دي وبالجمال ده، لانه يعني فعلا دي حاجة. احنا اتفرجنا على حاجات كتير على مدار الحاجات اللي صنعت للتلفزيون او حتى للسينما في ال 30 40 سنة اللي فاتوا. لا، احنا حقيقي بنشوف حاجات خالدة. يعني ما فيش مبالغة في كده، ده عمل من الأعمال الخالدة. انا متفق معاك في النقطه، انا متفق معاك طبعا في كل اللي انت قلته، متفق معاك كمان في النقطه بتاعت انه بلاش تتفرجوا على الحلقات ورا بعض، حاولوا تخلوا مسافه عشان تقدروا تهضموا كل حلقه. متفق معاك جدا، ودي الغلطه. مش في مسلسل فرنساوي عظيم جدا جدا، مش عارف شفته ولا لا، اسمه ذا بيرو، عن جهاز الاستخبارات الفرنسي، وهو مسلسل واقعي جدا جدا، وبيتعرض لمجموعه من القضايا من ضمنها ادوار جهاز الاستخبارات الفرنسي في الشرق الاوسط، وتحديدا في سوريا، في الجزائر. هل انت شفت المسلسل ده ولا لا؟ لا، ده على ايه؟
ده مش HBO، ده كان إنتاج، كان في حاجة خاصة بSundance اه TV. هو مسلسل إنتاج قناة بلس. اوكي. مسلسل معمول حلو جدا 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 جدا، معمول بشكل متفوق. يعني لازم تتفرج عليه لأنه يعني آه، ممتاز ممتاز. هو طبعا اللي بيلعب الدور ماتيو كاسوفيتس. عارف انت، فاكر انت فيلم أميلي؟ اه هو كان صغير قوي في أميلي، هو اوكي. بقى كبر وبقى ضابط مخابرات فرنسي. يعني ربنا نفخ في صورته وبقى جاب ضابط مخابرات فرنسي. مجموع. وهو مسلسل ليه حلو. ذا بيرو طبعا، انت لما تقارنه مثلا بهوملاند ده، لا هوملاند ده هوملاند مسلسل امريكاني بغيض يعني. لا هوملاند ده بالظبط حاجه كده، ايه هي مش اكله حتى بايته. مم. هوملاند ده شيء، ده لا شيء. لا شيء، هوملاند ده شيء بشع قوي 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 يعني. فتتفرج على ذا بيرو بقى، اولا هو مطلع لك جهاز الاستخبارات الفرنسي ده متخرتق. يعني عارف انت، تم اختراقه من جميع الاجهزه. ف... فمسلسل واقعي جدا الى درجه مرعبه، مم. وفي مستويات اداء وتمثيل ورسم شخصيات في هذا المسلسل بديعه 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 بديعه. المهم مسلسل ذا بيرو ده بقى، انا مشكلتي ان انا جيت اتفرجت على الحلقات ورا بعض. كنت مره في رحله طويله جدا من لندن لتورونتو في كندا، وكانت رحله طويله لأنها بتمر بمونتريال. فكانت رحله طياره مثلا بتاع 13 14 ساعه، وقعدت بقى ايه، رحت ماسك 8 9 حلقات ورا بعض، طك 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 طك. اوكي. جالك فطبعا تخمه. ما لا بس ما مش تخمه. استمتعت جدا بس ما استلذتش بالحلقات. يعني انا محتاج اتفرج على مسلسل تاني بقى على الهادي، لانه كانت نصيحه صناع المسلسل واعتقد ماتيو كاسوفيتس، مم. ما تتفرجش على مسلسل ذا بيرو على طول ورا بعض. فعلا. حاول، كانت نصيحته متفرج حلقه كل اسبوع. مم. يعني حتى ما انت بتقول حلقه كل يوم في سكسيشن، هو مم. كان في ذا بيرو بينصح حلقه كل اسبوع، تاخد الحلقه تهضمها، تتفرج عليها تفكر فيها، وبعدين تتفرج على اللي بعديها. انا رايي الشخصي ان سكسيشن ممكن حلقه كل يوم او حلقه كل يومين، ده رايي الشخصي. صح صح جدا. انا عاوز اقول لك ان مثلا في السيزون الرابع بعد الحلقه الثالثه، انا ما اتفرجتش، ما قعدت اسبوع 10 ايام ما بتفرجش، بعدين رجعت بعد 10 ايام. ده اقل واجب. ما هعمل ايه ما قدرتش. الموضوع كان صعب جدا جدا لك ان تتخيل يعني. الحلقه الاخيره في السيزون الرابع، انا عملت لها طقوس. يعني انا من بدايه اليوم انا عارف النهارده هتفرج على اخر حلقه. فانا كنت بقى مهيئ نفسي مستعد، متعشي عشاء خفيف، يعني عارف إيه، والله العظيم ده بجد طقوس يعني. وقررت ان انا هتفرج عليها ابتداء من 1 بالليل عشان تخلص 2 ونص 3 اروح نايم. يعني عارف انت لما تشوف حاجه مهمه جدا وعظيمه جدا، فما ينفعش تتكلم بعديها، او ما ينفعش تعمل مكالمه تليفون، ما ينفعش مثلا تفتح الثلاجه وتاكل حاجه. أيوة. اللي هو يعني عارف انت، يعني شفت الحلقه كلها، خلص التتر، قفلت نمت. بس يعني ما خلاص مش هقدر اتفاعل مع العالم اكثر من هذا. فدي نقطه مهمه. النقطه كمان، آم، كنت طبعا اخونا برضو مصطفى تامر باعتباره راجل سينمائي عظيم، بيقول انه ماتيو كاسافيدز اخرج فيلم عظيم سنه 95 وهو لاهين او لاين. انا سمعت عن الفيلم ده بس ما شفتوش، هتفرج عليه. وبرضه مصطفى بيتكلم على جيمس كرومويل، ان هو جريت اكتر. طبعا جيمس كرومويل ممثل عظيم. يعني انا كنت سعيد ان انا قابلته وعملت معاه حوار مدته 7 دقائق في مهرجان ترايبك فيلم فيستيفال سنه 2011 او 2012. راجل لطيف جدا، لعب برضه دوره في المسلسل بشكل رائع جدا جدا. الحاجه كمان اللي عاوز اقولها بالنسبه للمسلسل، انصح كمان بانه المسلسل، لو حابب تزيد من متعتك بالمسلسل، اتفرج على الثلاث حلقات الدوكيومنتري بتاعت ميردوك فاميلي، والثلاث حلقات دوكيومنتري بتاعت ماكسويل فاميلي. دول برضو هيعملوا نقلة في قدرة الناس على الاستمتاع ممكن بالكلام. نلاقيهم فين يا احمد؟ متاحين فين؟ والله بص، هم موجودين في بريطانيا على اي بلاير، على BBC اي بلاير. ده البلاتفورم بتاع BBC، مم. لان هم انتاج BBC. بتخيل موجودين على يوتيوب، بتخيل موجودين كمان ممكن على برايم،
امازون برايم اوكي. للإيجار. يعني اكيد في طرق ما للوصول اليهم، بس انا مش عارف ايه هي، لان انا بتفرج عليهم على اي بلاير. اوكي هندور عليه. بس ممتعين جدا جدا جدا، لانه كمان اللي عملوا الثلاث حلقات بتاع ميردوك عملوها بطريقه المسلسل. يعني مم. هم بيعملوا دوكيومنتري عن ميردوك، بس هم اتفرجوا على المسلسل وشافوا الموسيقى العظيمه بتاعت نيكولاس بريتز، مم. يعني عارف انت، عملوا محاكاه للدوكيومنتري مع المسلسل. حاجه عظيمه يعني. يعني طبعا احنا برضو ما اتكلمناش، خلي بالك، عن الموسيقى بتاعت نيكولاس بريتل. حاجه عظيمه طبعا، حاجه عظيمه، المزج ما بين الكلاسيك والهيب هوب. طبعا. آه، طيب، هختم بدي خالص. هل انت حسيت بحاجه فيما يتعلق ب المشاهد بتاعت التايتل الاولاني، الاوبننج تايتل في كل حلقه؟ هل انت بتفكرك بحاجه ولا لا؟ بتفكرني بحاجه، حاجه شفتها يعني، عمل اه درامي او كده. اه اه لا. طيب ماشي، انا دي لقطتها في اول حلقه. يعني انا شغلت كده، شغلت اول حلقه في السيزون الاول، شفت التايتل اللي هو الموسيقى اللي هي تتابع المشاهد اللي بيحصل بتاع المقدمه بتاعت اه. المسلسل. على طول لقطت البتاع. في اخونا المخرج الخطير بتاع فيلم 7، اسمه ايه؟ ديفيد فينشر. ديفيد فينشر. انا طبعا من عشاق ديفيد فينشر من ايام فيلم 7 وما بعد فيلم 7 ومن قبل حتى فيلم 7. المهم، اخونا ديفيد فينشر كان عامل فيلم لطيف جدا، انا بحبه. الفيلم ده من الافلام المفضله ليا، وهو من الافلام اللي الناس ما بتتكلمش عنها كتير. الفيلم ده كان بيلعب دوره مايكل، دور البطوله فيه مايكل دوغلاس، اسمه ذا جيم. اه، فاكره. ذا جيم، المشاهد البدايه في ذا جيم هي اللي تم محاكاتها بالملي لعمل التايتل سيكونس بتاع مسلسل سكسيشن. فعلا. روح ارجع وشوف مشاهد البداية في فيلم ذا جيم، اوكي. لانه كان مايكل دوغلاس في الفيلم ابوه بينتحر. هو بدايه الفيلم ان هو وصل، مش عارف بقى عمره 40 سنه ولا 42 سنه، واخوه وده بيعمل له عيد ميلاد باين. لا، قبل بقى اخوه ما يعمل له عيد ميلاد، مراته السابقه اتصلت بيه تهنيه بعيد ميلاده، ان هو بقى 42 سنه وبتطمن عليه. فبيقول لها ليه؟ عشان ابويا انتحر وهو عمره 42 سنه، فانت متخيله ان انا هنتحر في السن ده؟ وهو فعلا طبعا كان على مسار انه هينتحر في 42 سنه، هينط زي ابوه يعني من العماره. فبعدين في مشاهد بيستدعي فيها اعياد ميلاده وهو طفل صغير، وابوه بيحضر عيد الميلاد وكده، وبمشاهد السينما اللي هي السينما المنزليه، عارف السينما ال8 مللي وكده. ال8 مللي. فالمهم، المشاهد دي هي اللي بالظبط اتاخدت وتم عملها بالملي في التايتل سيكونس بتاعت كل حلقه في السيزون الاول. عشان كده في السيزون الثاني والثالث والرابع بيغيروا بقى، بيحطوا، يعني هي نفس المشاهد بتبقى هي المشاهد الرئيسيه، اه. لكن بيحطوا بقى حاجات من الحديث، ايوه اللي ايوه. هو البرج اللي هو مقر شركة واي ستار، مم. مش عارف الحاجات دي، بيبدأوا يطعموا بحاجات من الحديث، عشان يعني ايه، بس هي نفس التايتل سيكونس بتاخد من فيلم ذا جيم. هو اوكي. مسلسل، يعني الحديث عن مسلسل سكسيشن لا ينتهي، صحيح. لكن اللي انا عاوز اقوله ان هو مسلسل متعدد الطبقات ومليء بالابعاد المختلفه، والقرايه عن الحاجات اللي هو تم استلهام هذا المسلسل منها، هتزيد متعه المسلسل. وفي كل الاحوال هو فعلا عمل غير مسبوق في تاريخ الدراما التلفزيونيه على الاطلاق. اللي ما اتفرجش يستمتع بقى. بالظبط، يعني يا بخته اللي ما اتفرجش، يا بخته. صحيح. بشكرك جدا جدا يا وائل، ونلتقي انا بقى اللي اشكرك. انا اللي بشكرك. وحلقه الجايه بقى حلقه الحرق، فيعني بالظبط. ساعتها اتمنى محمد يكون معانا، محمد المصري، ويكون معانا شريف نجيب، يعني باعتبار بقى يبقى يعني احنا الاربعه نبدا نحرق بقى براحتنا. بالظبط. نعمل كده ان شاء الله. تمام. لا، ليلتك سعيده وليلتكم كلكم سعيده، وهذه الحلقه مسجله. حاول ان شاء الله، ما اعرفش ايه هي الطريقه التكنيكال اللي اقدر اخدها يعني عشان انزلها في يوتيوب، بس احاول يعني بطريقه ما انزلها في المنصات المختلفه. بشكرك جدا يا وائل، والى اللقاء في سبيسات قادمه
نحرق بقى فيها مسلسلات اخرى عظيمه. ان شاء الله. شكرا يا احمد. مع شكرا يا وائل، السلامه. مع مع السلامه. السلامه. مع مع السلامه. السلامه. مع السلامه.